بنستكمل بقى يا شباب رحلتنا في شابتر السيست، والحمد لله بعد ما خلصنا اول 2 تايتلز او 3 تايتلز عندنا في الشابتر. اتكلمنا على الديفينيشن بتاع السيست، اتكلمنا على ازاي السيست بيتكون، ادي كده 2 تايتلز. بعد كده اتكلمنا على الكلاسيفيكيشن بتاعت السيست، ومن الكلاسيفيكيشن دي قلنا ان في تقسيمات كتيره قوي ممكن نعملها. ممكن يبقى جو او ممكن يبقى سوفت تيشو. ممكن الجو ده ذات نفسه نبدا ان احنا نقسمه لترو سودو، وممكن الترو ده نقسمه هل هو ديفلوبمنتال ولا مش ديفلوبمنتال، يعني ديفلوبمنتال ولا انفلاماتري. والديفلوبمنتال ده كمان عملنا له تقسيمه هنتكلم عليها دلوقتي، هل هو اودونتوجينيك ولا نون اودونتوجينيك. المهم بعيدا بقى عن كل الكلام ده، لما جينا اتكلمنا على ازاي السيستم بيتكون عرفنا ان في قصه كده لازم نمشي فيها. لازم يكون عندي اريتيشن، ومش كل انواع السيست لازم تبقى مرتبطه باريتيشن. ممكن هو الابيثيليوم من نفسه اتجنن، صح ولا لا؟ واول ما الابيثيليوم ده يتجنن نبص نلاقي ان ايه؟ نبص نلاقي ان ساعتها ابتدى يمر بمراحل تكون السيست. انيشيشن، فورميشن، بعد الفورميشن ابتدى يحصل ايه؟ ابتدى يحصل انلارجمنت. سهل الموضوع، سهل الموضوع يا دكتور. طيب امشوا بقى كده معايا واحده واحده. هرسم لكم رسمه، الرسمه دي مهمه قوي 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 يا شباب، وهتساعدنا في فهم جزئيه كبيره قوي من السيست. بصوا كده على المساحه البيضاء اللي موجوده هنا دي، وتعالوا افكركم زي ما اتكلمنا في شابتر الهارد انوميليز ورسمت لكم صوره مهمه قوي. تعالوا نرسمها مره ثانيه. ايه بقى القصه؟ بصوا يا شباب، ده هنا منظر الدنتال لامينا اللي انتم عارفينها، اللي هي المفروض بتدينا التوث بادز او التيث بادز اللي بتكون لنا الاسنان كلها. بعد كده اهو بتبقى ماشيه بالمنظر ده، وبعد كده بنبص نلاقي ان السنه نزلت 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 لفت وبقت بالمنظر ده، صح؟ ارجعوا معايا للاورال هيستولوجي. فدي الدنتال لامينا عملت لك هنا حاجه اسمها التوث باد، صح ولا لا؟ والتوث باد دي اللي هي ان شاء الله بعد كده هتبقى عباره عن طبقه او طبقتين من الابيثيليوم، طبقه خارجيه اسمها اوتر انامل ابيثيليوم، وطبقه داخليه اسمها انر انامل ابيثيليوم، صح ولا لا؟ يعني كنا بنسمي الجزء ده كده على بعضه اللي بيكون الانامل ده كنا بنسميه ايه؟ كنا بنسميه انامل اورجن، صح ولا لا؟ صح يا دكتور. طيب الانامل اورجن ده بقى يا شباب بعد كده ان شاء الله هيفضل يستمر بعد ما الكراون الانامل يتكون، وهينزل لتحت يعمل لنا الابيثيليال روت شوث، الابيثيليال روت شيث اوف هيرتويج، صح ولا لا؟ الابيثيليال روت شيث اوف هيرتويج ده لما الروت يتكون ويبدا يتقطع ويفصل هيعمل لك حاجه اسمها epithelial rests of ملاسيه. طب الانامل اورجان ده بقى يا دكتور لما يتقطع ويسيب لنا الجزر اللي حواليه، اللي هي البقايا اللي موجوده حوالين الابيثيليوم دي، او البقايا اللي موجوده حوالين الكراون، بنسميها ايه؟ بنسميها epithelial rests of series، صح ولا لا؟ صح يا دكتور. تمام. طيب احنا كده يا شباب عرفنا منين مصادر الابيثيليوم اللي بتيجي من حوالين السنه. ليه بقول لك الموضوع ده؟ عشان ان شاء الله انا همسح بقى الرسمه لو عايزين تصوروها وتاخدوها سكرين شوت. طيب ليه بقى بقول لك الكلام ده؟ عشان ان شاء الله لما نبدا دلوقتي يا شباب نتكلم على الجوسست، واللي منها هنتكلم على الترو، واللي منها هنتكلم على الديفلوبمنتال بقى مش الانفلاماتوري، هنعرف ان الديفلوبمنتال اودونتوجينيك سيست دول يا شباب انواع كتيره قوي، والانواع الكتيره قوي دي بتيجي من مصادر مختلفه من الابيثيليوم اللي احنا لسه شايفينهم دول. يا اما تيجي من الانامل اورجان المصدر يا اما تيجي من الدنتال لامينا اللي هي المصدر الاساسي، يا اما تيجي من الانامل اورجان اللي هو هيبقى بعد كده اوتر وينر انامل ابيثيليوم، يا اما تيجي من الابيثيليال ريستس اوف سيريز، يا اما تيجي من الابيثيليال ريست اوف مالاسيه او الابيثيليال روت شيث اوف هيرتوج. سهل الموضوع. او تيجي من ميكس ما بين اكتر من نوع من الابيثيليوم على حسب هيحصل ستيميوليشن لمين. طيب اول نوعين يا شباب من السيست هنتكلم عليهم وهناخدهم مقارنه مع بعض ومهمين قوي 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 من هنا للصبح، مهمين ولازم، واقسم بالله هتلاقوا منه اسئله في الميد ترم، واقسم بالله هتلاقوا منه اسئله في امتحان الفاينل، واقسم بالله هتلاقوا منه اسئله في امتحان البراكتيكال. مهم جدا. ليه مهم؟ عشان هنعرف كمان شويه ان الاودونتوجينيك كراتوسيست ده عكس السيستس اللي احنا عارفينهم، وعكس الصفات اللي احنا متعودين عليها تقريبا في كل حاجه زي ما هنشوف كمان شويه. طيب امشوا معايا واحده واحده يا شباب، وتعالوا نتكلم على اول سيست عندنا وهو الاودونتوجينيك كراتوسيست. امشوا بقى كده معايا واحده واحده.
دكتور ايه هو الاودونتوجينيك كيراتوسيست؟ طبعا كل الصور اللي موجوده هنا دي بتكلمك على الفورميشن اللي انا لسه قايله لك بالظبط، اللي هو ازاي السنه بتتكون ومراحل تكون السنه. عرفنا الكلام ده كله صح؟ طيب بص يا شباب، هنتكلم دلوقتي على اول سيست عندنا من الديفلوبمنتال ترو جو سيستس، وهو الاودونتوجينيك كيراتوسيست. وتعالى نترجم كل كلمه فيه. طالما قلت لك اودونتوجينيك يبقى جاي منين؟ جاي من الاودونتوجينيك ابيثيليوم يا دكتور اللي هو بيكون السن. ايوه مين يعني؟ دكتور جاي من الانامل اورجان اللي احنا لسه شايفينه، وجاي من الدنتال لامينا اللي هي المصدر الاساسي. دكتور هل مهم ان انا اعرف المصدر بتاع الاودونتوجينيك كيراتوسيست جاي منين بالظبط؟ بصراحه يعني بصراحه لا. ليه؟ لان احنا لما نتكلم على 6 7 8 سيستس ونقول مصادر مختلفه، فغالبا ما بيجيش اسئله عليهم علشان ما بيحبوش يلخبطوكم في الامتحان. ولكن في بعض الانواع من السيستس مهمه، هقول لك خلي بالك دي مهمه تحفظها وتركز عليها تبقى عارفها، زي مثلا الدنتجرس اللي هنتكلم عليه كمان شويه. المهم طيب يبقى ده يا دكتور بيجي منين؟ بيجي من الانامل اورجن او الدنتال لامينا. بيتكون ازاي؟ دكتور اكيد بيتكون زي اي سيست بيتكون، زي ما انت قلت لي من شويه، initiation formation enlargement of cyst. هو فعلا بيمشي في المسار ده، ولكن قبل ما بيمشي في المسار ده يا شباب اكتشفنا حاجه مهمه قوي. اكتشفنا ان الاشخاص اللي بيجي عندهم الاودونتوجينيك كيراتوسيست ده بيبقى عندهم قبل المراحل دي عندهم شويه جيناتيك ميوتيشن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يا دكتور تقصد تقول ان الاشخاص دول بيبقى عندهم شويه لعب في الطفرات او شويه طفرات في الجينز بتاعتهم، الطفرات دي بتسهل حدوث السيست؟ يا دكتور ايه ده؟ طب استنى بقى يا دكتور، انا عندي نقطه مهمه وعايز اتكلم فيها. هو طالما الشخص ده عنده طفرات في الجينز بتاعته بتؤدي لحدوث السيست ده، يبقى انا كده المفروض اعتبره ورم ما اعتبروش سيست. لا، هو سبحان الله. وعلى فكره اللي انت بتقوله ده في شيء من الصح. ليه؟ كانوا زمان سنة 2017 كده تقريبا كانوا مش عارفين هل الاودونتوجينيك كيراتوسيست ده هو تيومر فعلا، يعني ورم بسبب طفرات في الجينز وبسبب تكاثر الخلايا، ولا سيست فعلا مرتبط بسيستك فلويد وسيستك كافيتي وخلايا من الابيثيليوم حواليه. فضلنا رايحين جايين نحطه في سيست ولا نحطه في تيومر، نذاكره ازاي ولا نعتمده ايه بالظبط، لحد ما خلاص تم اعتماده انه هو سيست، ولقوا ان في فاريانت منه او نوع تاني بيعتبروه تيومر. مش عليك التفاصيل دي، بس انا كل اللي عايزك تعرفه لي ان الباثوجينيسيس او الطريقه اللي بيتكون بيها السيست الاودونتوجينيك كيراتوسيست او اللي بنرمز له او كي سي، على عكس اغلب السيست. ليه؟ لان عنده جيناتيك ميوتيشن، عنده شويه عوامل بتؤثر في النمو بتاعه، بتؤثر في التواجد بتاعه. دكتور يعني معنى كده ان السيست ده على عكس بقيه السيست مش هينمو قوي في الحجم ومش هيبقى مرتبط معاه فلويد كتير قوي او سائل كتير قوي؟ فعلا على فكره. عشان كده يا شباب زي ما هنشوف كمان شويه ان السيست ده بيكبر مش باكولينجوال. يعني ايه؟ يعني ما بيكبرش لبره، ما بيعملش اكسبانشن لبره. امال بيكبر ازاي؟ ده عكس كل السيست، بيكبر رايح جاي. يعني ايه؟ يعني بيكبر ميزيو ديستال. عشان كده هنبص كمان شويه في الاشعه، هنبص نلاقي ان هو واصل لاحجام كبيره قوي 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 ميزيو ديستال، وبالرغم من كده ولا هو باين بره ولا هو العيان حاسس بيه. عشان كده دي من اكتر الحاجات اللي بتعتبر خطر في السيست ده، ان العيان ما بيحسش بيه. نبص نلاقي ان هو واكل كل العظم ده ومع ذلك العيان مش مشتكي من اي حاجه خالص. بنكتشفه بالصدفه يعني زي ما هنشوف. دكتور طب انت عمال تشرح انت اصلا ما كملتليش اسم الديفينيشن بتاعه. انت قلت لي اودونتوجينيك يبقى جاي من الاودونتوجينيك ابيثيليوم. يعني ايه كيراتوسيست؟ كلمه كيراتو يا شباب يعني جاي من كيراتين، او هنبص نلاقي ان هو في شويه كيراتين موجود في السيستيك كافيتي. وعشان كده لما نيجي نبص كمان شويه في التجويف بتاعه هنلاقي ان هو مليان بالكيراتين. ايه ده دكتور؟ يعني الابيثيليوم بتاعه بينتج كيراتين كتير قوي؟ فعلا الابيثيليوم بتاعه بينتج كيراتين كتير قوي. عشان كده سميناه اودونتوجينيك كيراتوسيست او او كي سي. طيب دكتور يبقى اذا الاوريجن بتاعه زي ما انت لسه قايل لي بيجي يا اما من الدنتال لامينا الاصليه، يا اما بيجي من الانامل اورجان اللي بيكون الكراون بعد كده. دكتور ايه هو الباثوجينيسيس بتاعه؟ على عكس اغلب السيستس ده بينمو بسبب جيناتيك ميوتيشن. يعني ايه؟ يعني الطفره اللي بتحصل في الابيثيليوم او الطفره اللي بتحصل في الجينز بتاعت الانقسام هي اللي بتزود الديفيجن بتاعه، مش
مش الاكسبانشن او مش السيستيك كافيتي. خلي بالك ارجوك. يبقى هنا لما اجي اسالك هل الاو كي سي بينمو بالاليفيتد هيدروستاتيك ليومينال بريشر او بينمو بالاكسبانشن بتاع الفلويد، تقول لي لا يا دكتور، ده بينمو بسبب الجيناتيك ميوتيشن، بينمو بسبب الانكريس في الميتوتيك اندكس، بينمو بسبب الانكريس في الديفيجن بتاع الخلايا. ودي اول نقطه مختلفه تعلم لي عليها وتقول لي دي الفيرست بوينت اوف ديفرنشيشن. اول نقطه بتعرفنا ان السيست ده مميز قوي. طب ايه يا دكتور تاني مميز بقى؟ تاني نقطة مميزة بتدينا إيحاء إن السيست ده خطر قوي، إن السيست ده زي ما أنا لسه قايل لك عنده aggressive clinical behavior. يعني إيه aggressive clinical behavior؟ يعني عنيف قوي في بق العيان. يعني إيه برضه؟ يعني بيوصل لأحجام كبيرة قوي 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 قوي، وبالرغم من كده ما بيقدرش إن هو يعمل اكسبانشن. أمال بيوصل لأحجام كبيرة إزاي؟ ميزيو ديستال، ميزيو ديستال اهو، ميزيو ديستال. اللهم بلغت. دكتور طب دي تاني نقطة بتميز السيست ده. ايه تالت نقطة؟ بصوا انا عمال ماشي اهو اعدد لكم. تالت نقطة يا شباب ان هو عنده ريكارنس ريت عالي قوي 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 قوي. دكتور يعني ايه ريكارنس ريت؟ يعني عنده نسبة رجوع عالية قوي على عكس اغلب السيست. يعني اغلب السيست اللي احنا اتكلمنا عليهم وهنتكلم عليهم لما بنشيلهم شكرا ما بيرجعش تاني بنسبة كبيرة، لكن السيست ده للاسف بيرجع تاني بنسبة كبيرة. يعني ايه؟ يعني لما تيجي تشيله كطريقة علاج لازم تشيله بحاجة اسمها سيفتي مارجن. يعني ايه؟ يعني تبعد تروح ناحية العظم السليم وتشيل عند العظم السليم ده عشان تضمن ان هو مش هيرجع تاني. يعني تاخد الموضوع او تاخد النقطة من قصرها زي ما بنقول، تاخدها من قصرها كده وتحمي نفسك بنفسك وتعمل سيفتي مارجن او حدود حماية، بنسميها حدود حماية. تمام. طيب دكتور يبقى ده معنى كلمة هاي ريكارنس ريت وليه بيرجع. ده مش بس كده يا شباب، ده لدرجة ان في بعض الاحيان، انا بس عايزكم تعرفوا الموضوع ده كاسم بس، في بعض الاحيان يا دكتور لقينا ان في بعض العيانين بيكون عندهم مالتيبل او كي سي. يعني ايه؟ يعني بعض الاحيان بنلاقي ان العيانين بيبقى عندهم اكتر من حالة او كي سي موجودين في الجوز، او واحد هنا مثلا، واحد هنا، واحد هنا، واحد هنا. طيب هل بقى يا دكتور دي بتكون حالة طبيعية؟ لا، دي بتكون سندروم او بتكون متلازمة بيحصل فيها اكتر من مشكلة مع العيان ده. من ضمن المشاكل اللي بتحصل في المتلازمة دي ان يكون عنده مالتيبل او كي سي. دكتور السندروم بنسميها ايه عشان لما تشوفوها في الاسئلة؟ طبعا كانت موجودة بتفاصيل اكتر زمان بس لغوا التفاصيل دي. اسمها نيفويد بيزال سيل كارسينوما سندروم، وهنتكلم عليها بالتفصيل ما تقلقوش. ده عيان بيكون عنده اكتر من مشكله. اولا بيكون عنده مالتيبل او كي سي زي ما انا لسه قايل لك، بيكون عنده مالتيبل بيزل سيل كارسينومز عشان كده سميناها بيزل سيل كارسينوما سندروم. مالتيبل بيزل سيل كارسينوما اللي هو يعتبر مالجنانت تيومرز. مش بس كده، بيبقى عنده كمان بيفيد ريبس، بيبقى عنده الريبس بتاعت القفص الصدري بتبقى فيوزد مع بعض، وممكن في بعض الاحيان تبقى واحده بس منقسمه في نهايتها الاثنين، فبنسميها بيفيد يعني منشقه مشقوقه اثنين. مش بس كده، بيبقى عنده مشاكل تانية كتير بس ما عليكمش التفاصيل دي كلها. دكتور كلينيكالي بقى لما اجي ابص عليه في بق العيان هلاقيه بيحصل فين؟ اول حاجه يا شباب دايما بيحصل posterior اكتر من anterior، على عكس الراديكولار سيست اللي كان بيحصل في الانتيريور اكتر. مش بس كده، دايما بيحصل في الماندبل اكتر من المجزله، بيحب قوي 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 الماندبل. وبيحصل كمان يا دكتور، هل بيحصل يونيلوكيولار ويل ديفايند ريديولوسنسي؟ لا، انا قلت لك بقى ده عكس كل السيستس، ده بيحصل هنا مالتيبل. يعني ايه؟ يعني ما بيحصلش بس بصوره عباره عن لوكيول واحده، لا ده بيبقى عامل زي فقاقيع الصابون اللي لفه حوالين بعض. يبقى اذا بنقول ان هو بيبقى مالتي اهو، مالتيبل او مالتي لوكيولار، عامل بالظبط زي فقاقيع الصابون بالمنظر ده. عشان كده بنقول ان هو بيدينا منظر او ايحاء كسوب بابل ابييرنس. سهل الموضوع؟ سهل الموضوع. تمام. طيب دكتور يبقى هو بيحصل في البوستيريور اكتر من الانتيريور وفي الماندبل اكتر من المجزله. دكتور هل ممكن يبقى مرتبط بسنه؟ ممكن يبقى مرتبط بسنه وممكن ما يبقاش مرتبط بسنه. يعني ايه؟ ان شاء الله لما تطلعوا الاكس راي السنه الجايه هتعرفوا ان الاو كي سي ده جوكر. يعني ايه جوكر؟ يحصل في اي مكان هو عايز يطلع فيه. ليه؟ لان هو الاوريجن بتاعه اللي بيجي منه الدنتال لامينا الانامل اورجن، فبما انه مرتبط بالدنتال لامينا ممكن يحصل في اي مكان في الاورال كافيتي ويحصل في اي مكان حوالين الاسنان او اي مكان ملوش علاقه بالاسنان. يعني ايه يا دكتور الكلام ده؟ يعني ممكن يحصل انتر راديكولار وممكن يحصل لاترال جنب الروتس
وممكن يحصل يا دكتور بريفيكال، وممكن يحصل يا دكتور حوالين الكراون بتاع السنه، يعني يبقى مرتبط مع سنه لسه ما طلعتش زي ما احنا لسه شايفين. وممكن يحصل كمان يا شباب سوليتري. يعني ايه سوليتري؟ يعني لوحده كده، يطلع واحد لوحده بالمنظر ده في المجزله، ما يكونش ليه علاقه بسنه خالص. عشان كده بنقول ان هو ممكن يبقى مرتبط باسنان وممكن ما يبقاش مرتبط باسنان. دكتور بينمو ازاي؟ والله لسه قايلها لك، بينمو ميزيو ديستال. يعني ايه ميزيو ديستال؟ يعني انترو بوستيريور، يعني بينمو رايح جاي، مش بينمو باكولينجوال. اياك تنساها، مهمه قوي في الامتحان، مهمه في الامتحان. اللهم بلغ. دكتور طيب عارفين بقى يا شباب بسبب النمو او بسبب طريقه النمو بتاعه دي سميناه ايه؟ سمينا طريقه النمو دي تحفظوها صم عشان السنه الجايه تفتكروني بيها في الاكس راي. سميناها تانلينج افكت. يعني ايه بقى تانلينج افكت؟ يعني سمينا طريقه النمو دي يا شباب عامله زي النفق. شفتوا الاداه اللي بتحفر النفق بتبقى ماشيه ازاي؟ بتبقى ماشيه رايح جاي. الخازوق اللي بيحفر النفق ده عشان يعمل الحفره بتاعه القطر او النفق بيفضل ماشي رايح جاي، بيخرم رايح جاي. عشان كده سميناها تانلينج افكت او انتروبوستيريور او ميزيو ديستال. سهله؟ سهله يا دكتور. من غير without اي كلينيكال اكسبانشن او without اي كلينيكال سويلنج. سهله؟ سهله يا دكتور. طيب دكتور راديوجرافيكالي احنا اتفقنا ممكن يحصل في اي مكان في الاورال كافيتي، سوليتري، لاترال، بريفيكال، بيري كورونال، بيري انتراديكولار، سوليتري، اي حاجه. دكتور ممكن كمان يبقى يوني لوكيلر جاي لوحده، واحده بس لوحدها، لوكيول لوحدها، وممكن يبقى جاي مالتي لوكيلر. الكومن مالتي لوكيلر. دكتور ممكن يبقى مرتبط بسنه طلعت او ممكن يبقى مرتبط بسنه لسه ما طلعتش، ممكن يبقى جاي اصلا مع سنه او ما يبقاش جاي مع سنه خالص. طيب بصوا كده بقى هنا معايا اهو، ايه هم اهم 3 او 4 نقط اكدنا عليهم؟ دايما بيعمل لارج سايز قبل ما يبدا يعمل لي سويلنج او اكسبانشن، ودايما بينمو انترو بوستيريور، وبيحب يجي في الماندبل بوستيريور اكتر من ماكسيلا انتيريور. دكتور صورته ايه؟ ويل ديفايند، محدد، وبيعمل لنا صوت بابل ابييرنس. دكتور انا بستفيد ايه من كل الكلام ده؟ ليه مهم قوي الكلام ده بالنسبه لي؟ ليه بخاف وليه بترعب من الاو كي سي؟ عشان بيكون عنده جروث بوتنشال عالي قوي، بيرجع بصوره كبيره قوي قوي العيان بعد ما بشيله، وممكن يبقى جاي لي مالتيبل في حاله النيفويد بيزل سيل كارسينوما سيندروم. سهل الموضوع؟ سهل الموضوع. طيب دكتور هيستولوجيكالي بقى هلاقي عنده ايه؟ كالعاده ابدا من جوه وانزل لتحت على طول. اول حاجه ابداها لي من جوه، هنبص على السيستيك كافيتي. هتبص هتلاقي ان السيستيك كافيتي يا شباب في كيراتين، في خطوط من الكيراتين. عشان كده لما بنيجي نسحب عينه ونشوف السيستيك فلويد ده او نشوف السائل اللي موجود جوه، بنلاقي سائل لونه مبيض. ليه لونه مبيض كده؟ عامل زي اللبن الجميد. مش عارف انتوا عارفين لبن الجميد ولا لا، بس من الارياف عارفين انا بقصد ايه. اللبن الجميد ده يا شباب هو عباره عن لبن او عباره عن منتج كده عامل زي اللبن الرايب، بس على ايه؟ اتقل سنه بسيطه. المهم ان اللبن الجميد ده هو ده اللي بيطلع بالظبط لما بنيجي نسحب. طب ليه لونه مبيض قوي كده؟ بسبب الكيراتين اللي موجود جواه، بسبب الكيراتين اللي موجود مع السيستيك كافيتي. سهل الموضوع؟ سهل الموضوع. طيب بصوا كده معايا واحده واحده، امشوا يلا معايا. اول حاجه يا دكتور هلاقي السيستيك كافيتي مليان بتشيزي ماتيريال، حاجه عامله زي اللبن الجميل او زي الجبنه البايظه بالظبط، وده عباره عن الكيراتين. طب يا دكتور السيستيك لايننج هلاقي ايه بقى؟ هلاقي الابيثيليوم ده مميز في ايه؟ وتحفظوه صم عشان بيجي. فاكرين الابيثيليوم بتاع ايه؟ الراديكولار سيست كان فيه اركيدز وفيه جزر ومعاه كوليستيرول كليفتس ومعاه راشتون باديز وهكذا. لكن هنا بقى الموضوع بيختلف. ليه الموضوع بيختلف؟ اولا طبقات الابيثيليوم مش كبيره زي ما اتكلمنا في الراديكولار، ثانيا هي يونيفورم كلها ليها سمك واحد تقريبا، مش واخده تعرجات كتيره، مش عامله اركيدز. يبقى السيستيك لايننج بيبقى فيه ثين بارا كيراتينايزد ابيثيليوم. ليه سميناه بارا؟ لان طبعا انتوا فاكرين من الاورال السيرج كلمه بارا يعني ايه؟ الكيراتين ده فيه نيوكليوس، فيه نيوكليوس. طيب اهم حاجه تعرفها لي ان هو عنده ثين يونيفورم ابيثيليال لايننج بس. طيب دكتور ايه بقى رايك في شكل الابيثيليوم ده ذات نفسه؟ يا دكتور ده واضح ان هو برده شويه مزجزج زي الراديكولار سيست. يعني ايه مزجزج؟ بصوا بقى كده هنا الصوره دي مهمه قوي اهو، ده معنى كلمة مزجزج يا شباب. بصوا نازل هنا كده طالع سنة، نازل طالع سنة، نازل طالع سنة. بنسمي بقى الزجاجيج دي ايه؟ بنسميها ويفي مموج او بنسميها كوريجيتد. كلمة كوريجيتد يعني زجزاج ان شيب، يعني عامل زي الزجزاج بالظبط.
طيب دكتور، ايه بقى منظر الخلايا الابيثيليوم اللي موجوده في البيزل سيلز؟ مهم قوي 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 يا شباب. البيزل سيلز او الخلايا اللي في القاعده بتبقى باليسيدد. يعني ايه باليسيدد؟ كلمه باليسيدد يعني مرصوصه او مترصصه، زي الجنود اللي في الحرب بالظبط. شفت الجنود اللي في الحرب كل خليه بتبقى واقفه واخده نفس الوضعيه بتاعت الجندي اللي جنبها على طول. هي الخلايا هنا عامله نفس الشكل ده بالظبط، بتبقى كل خليه باليسيدد مع اللي جنبها بالمنظر ده. طيب بصوا كده اهو، كل خليه واقفه نسخه طبق الاصل من اللي جنب اختها على طول. يبقى انا اللي عايزك تعرفوه لان البيزل سيلز بتبقى باليسيدد. سؤال بيجي ام سي كيو. طيب دكتور، النقطة رقم 4. النقطة رقم 4 يا شباب وبصوا عليها اهو، ده منظر الخلايا الباليسيدد. بصوا اهو، مميزة قوي قوي قوي، كلهم واخدين نفس الشكل، كلهم واخدين نفس الرصة، كلهم نفس مكان النيوكليوس، عاملين زي الجنود في الحرب. طيب كل ده مش فارق معايا، امال ايه اللي فارق معايا بقى؟ بصوا يا شباب كده، في بعض الاحيان بنبص نلاقي ايه؟ نلاقي ان الابيثيليوم ابتدى يفصل عن الكونكتيف تيشو. ايه ده دكتور؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني من الاخر يا شباب الابيثيليوم ضعيف. يعني ايه ضعيف؟ يعني بيتفتفت او بيتهربد بسهولة لدرجة ان هو ممكن يفصل عن الكونكتيف تيشو اللي موجود حواليه. ومعناه ايه الكلام ده؟ معناه عشان كده لما بنيجي نشيل السيست ده يا شباب بنبقى مرعوبين. مرعوبين من ايه؟ مرعوبين ان ممكن الابيثيليوم ده يتقطع مننا وينزل يقعد في العظم واحنا بنشيله، فنبص نلاقي ان هو عمل لنا ريكارنس ريت. ايه ده دكتور؟ يعني السؤال اللي هنتكلم عليه كمان شويه، ايه اسباب الريكارنت ريت العالي بتاع الاودونتوجينيك كراتوسيست؟ من ضمن الاسباب ان الابيثيليوم بيتفتفت بسهوله، بيتقطع بسهوله، فرايبل يعني ضعيف خالص، ويك خالص. من ضمن الاسباب. طب تعالى نبص كده النقطه رقم 4. يبقى النقطه رقم 4 ان هو ممكن يحصل له كليفتنج. يعني ايه كليفتنج؟ بيتشق بالمنظر ده، يحصل شق ما بينه وما بين الكونكتيف تيشو. دكتور، وده معناه ايه؟ ده معناه ان الابيثيليوم لايننج بتاعي بيبقى فرايبل. يعني ايه فرايبل؟ يعني هش قوي، بسيط قوي، ويك قوي. طيب الكونكتيف تيشو وول، الكونكتيف تيشو يعني ما بنلاقيش فيه اي حاجه ملحوظه بصراحه. اهم حاجه يا شباب اللي انا عايزكم تخلوا بالكم منها وبصوا لي عليها، مهمه قوي قوي، وبرده من ضمن اسباب الريكارنت ريت العالي بتاع الاوكي سي، ان ممكن في بعض الاحيان نلاقي ان الابيثيليوم باعت شويه جزر منه في الكونكتيف تيشو. قال يعني عامل زي التيومرز، كانه نازل مخترق الكونكتيف تيشو. بنسمي بقى المنظر اللي انت شايفه ده ايه؟ عامله زي البراعم بالظبط. عارف البرعم اللي بيخرج كده اثناء الانقسام بتاع الخلايا؟ البرعم ده طبعا الخلايا اللي هو بتاعت ال ال الكائنات اللي هي مونو سيكشوال، اللي هي بتنقسم ميتوزيا مع نفسها. مش عليكم الموضوع ده، زي البورس مثلا على سبيل المثال. المهم ان الابيثيليوم هنا نازل عامل برعم، فبنسمي المنظر اللي انت شايفه ده ايه؟ بنسميه سيل باد او بنسميه بودنج. يعني ايه بودنج؟ جاي من باد، ان هو عامل تبرعم جاي من الابيثيليوم. يبقى البودنج بتاع الابيثيليوم ده هو عباره عن ايه؟ عباره عن انقسام من الابيثيليوم نازل حاصل تحت فين؟ في الكونكتيف تيشو. طب افرض بقى ان البودنج ده انفصل بشكل كامل. يعني ايه؟ يعني خلاص بقى عندك كتله من الخلايا في الكونكتيف تيشو اوريدي فصلت تماما عن الابيثيليوم الاساسي. ساعتها بقى ما بنسميهاش بد، بنسميها ايه؟ بنسميها دوتر سيست. ليه دوتر سيست؟ قال يعني السيست خلف بنت صغيره مقطقطه موجوده تحت في الكونكتيف تيشو. فبنقول ان البودنج ده ممكن يبقى معاه ايه؟ ممكن يبقى معاه سمول دوتر سيست. طب دكتور، لو السمول دوتر سيست دي بقت موجوده تحت خالص، يعني ايه؟ يعني بقت بعيده خالص عن الاب او بقت بعيده عن الابيثيليوم، بنسميها ساتلايت سيستس. يبقى انا كده مشيت لكم بالطريقه وبالسيناريو المتوقع من بدايه من البودنج لحد الدوتر سيست لحد الساتلايت سيستس. سهل الموضوع، سهل الموضوع. على فكره انا خلصت كده الاوكي سي، وهو ده اتقل سيست هنتكلم عليه في الحصه دي. ادي المنظر بتاعك ده الكليفتنج زي ما احنا قلنا، وده هنا الشكل بتاع الويفي او الكوريجيشن او التعرج اللي حاصل مع الباليسيدد سيلز مع الدوتر سيست والبودنج. ولو نزلت تحت خالص بتبقى ايه؟ بتبقى بنسميها ساتلايت سيست. طيب دكتور، ايه التريتمنت؟ والله لو سيست صغير وقدرنا نلحقه من بدري ارجوك اسحبه بسرعه زي ما هو، وبلاش تفتفت الابيثيليوم، بتعمل له اونيكليشن. اما لو كبير يا شباب انا لسه قايل لكم لازم نعمل ريسكشن، لازم نشيل الجزء العظم ده بكل اللي فيه، وناخد كمان سيفتي مارجن عشان نمنع الريكارنس.
وده يخلينا نطرح سؤال مهم قوي. دكتور طب الاو كي سي ليه بيرجع بقى، ليه بيحصل له ريكارنس؟ السؤال ده والله هتلاقوه في الامتحان، حلفت بالله. طيب دكتور اولا بيحصل له ريكارنس عشان ممكن يزرع اجزاء منه في الكونكتيف تيشو تحت، يعني ممكن يعمل سيدنج، او ممكن يبقى عنده ساتلايت سيست، او ممكن يبقى عنده دوتر سيست. مش بس كده، النقطه الثانيه ان هو عنده ميتوتيك اندكس عنيف قوي. معلش على الزكام اللي عندي نزله البرد صعبه شويه. المهم ان هو عنده ميتوتيك اندكس، عنده ديفيجن عنيف، عنده جيناتيك ميوتيشن. كل اللي انا بقوله ده لو كتبته صح. وتاني حاجه يا دكتور ان انا لما باجي، او تالت حاجه لما باجي اشيله واتخلص منه من جوه العظم بيتفرفت معايا، بيتقطع معايا، فبيسيب بقايا جواه. يبقى قلنا ان هو ممكن يحصل له او بيبقى عنده فرايبل وول، يبقى عنده وول ضعيفه قوي، او بيبقى عنده لايننج ضعيف، او بيحصل فراجمنتيشن او قطع للابيثيليوم. سهل الموضوع، سهل الموضوع. على فكره انا كده خلصت الاو كي سي. دكتور ما تهزرش. والله ما هزرتش. يبقى اذا هي دي طرق العلاج، وعرفنا ليه بنعالجه بالطريقه دي، وعرفنا كمان ليه بيحصل له ريكارنس ريت. بصوا كده اهو، ده يا شباب منظر النيفويد بيزال سيل كارسينوما سندروم اللي انا قلت لكم عليه. بيبقى العيان عنده مالتيبل بيزال سيلز، بيبقى عنده مالتيبل او كي سي، عنده كده معايا ادي 1 2 3 4، وعنده كمان في المجزله اهو بالمنظر ده. دكتور طيب الاو كي سي بقى لما اجي ابص عليها، بصوا كده. طيب اهو بيبقى عنده بيفيد ريبس. فاكرين لما قلت لكم ان الريبس بتاعته او القفص الصدري بتاعه بيبقى مشقوق اتنين بالمنظر ده، ممكن يبقوا ملتحمين وممكن يبقوا مشقوقين. وطبعا بنلاقي او بنبص على الشخص ده بنلاقي ان عنده السكال كبيره قوي، وعنده زياده في قطر المساحه اللي موجوده ما بين عينين الاتنين، بنسميها هايبرتيلوريزم يعني. طيب خلصنا كده الحمد لله يا شباب الاو كي سي، وهو اتقل واحد بصراحه في الحصه بتاعت النهارده. طب هنتكلم دلوقتي على ايه؟ هنتكلم دلوقتي يا شباب على اخوه التوأم البي 9. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هنتكلم على الاخ الطيب الحنين. عارف كده لما عمرو دياب بيغني لك يقول لك كان طيب كان. المهم مش هنروح بقى ايه لحته الغنى ده، انا عارف هتموتوا وتفصلوا. المهم ده اخوه الطيب الحنين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني من الاخر كده بيفقد كل الخصائص العنيفه اللي كانت موجوده في الاو كي سي، وعشان كده بنسميه يا شباب، بنغير اسمه بقى شويه، بنسميه اورثو كيراتينايزد اودونتوجينيك كيراتوسيست. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بدل ما بنسميه او كي سي، لا هنا نوع الكيراتين ونوع طبقه الكيراتين مختلفه. ده مش بس كده، ده كمان كل الصفات اللي عنده بقت اقل وبقت اهدى شويه. دكتور يعني من الاخر الاورثو كيراتينايزد سيست ده هيحصل فين؟ بيحصل في المندبل برضه. ما انا قلت لك توأمه. دكتور بيحصل بوستيريور ولا انتيريور؟ بيحصل بوستيريور. دكتور هل بيكون سيمتوماتيك ولا اسيمتوماتيك؟ ما انا قلت لك توأمه بيبقى اسيمتوماتيك، ما بيدلش على وجوده. ولكن اهم حاجه بقى وتبقى عارفها لي صم صم صم، ان هو بيحب يجي دايما مع امباكت التوث، على عكس الاو كي سي اللي كان ممكن يجي لوحده او سوليتري. دايما ده بيبقى مرتبط بامباكت التوث. طب غير كده دايما يا دكتور هلاقي طالما هو مرتبط بسنه امباكتد، هلاقي ان السنه دي لسه فايتال. ليه؟ لان كده كده المعلومه دي مش مهمه قوي، لان كل السيستس اللي احنا هنتكلم عليهم بيبقوا مرتبطين بسنان فايتال ما عدا الانفلاماتوري بريبيكال. تمام، كل ده مش فارق معايا. اهم حاجه بقى يا شباب، ودي اكتر نقطه بتخلينا نفرق ما بينه وما بين الاو كي سي الخبيث، ان هو دايما بيحصل ويل ديفايند. دايما بيحصل ويل ديفايند ويوني لوكيلر، يعني دايما هتلاقيه حته كوره كده في العظم لوحدها. دكتور يعني ما بيحصلش مالتي لوكيلر، ما بيحصلش سوب بابل؟ ما بيحصلش مالتي لوكيلر وما بيحصلش سوب بابل. طيب دكتور لما اجي ابص عليه بقى في الهيستوباثولوجي، هل هيبقى عنده نفس مواصفات الابيثيليوم؟ لا بقى ازعل منك. يعني ايه؟ يعني ما عندوش ولا ارتيفيع ولا كليفتنج، ولا عنده كوريجيشن، ولا عنده باليسيدد سيلز، ولا عنده دوتر سيستس، ولا عنده ساتلايت سيست، ولا بودنج. ما عندوش كل الكلام ده. كل الفرق بس اللي انا عايزك تعرفه لي ان هنا الكيراتين عنده بيبقى اكتر واكتر 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 بكتير، وكمان طبقه الابيثيليوم بتبقى اقل شويه. تمام، بس ده كل اللي انا عايزك تعرفه لي. يبقى الابيثيليوم بيبقى فلات بالمنظر ده، وبيبقى عنده مالتي
كيراتينايزيشن، يعني بقى عنده كيراتين كتير قوي. عشان كده المقارنه المهمه قوي اللي موجوده ما بين الاوكي سي والاورثو كيراتينايز، ده بيبقى مالتي لوكيلر، ده بيبقى يوني لوكيلر بس. هنا البيزل سيلز بتبقى باليسيد، هنا بيبقى السيلز فلاتند، هنا بيبقى عنده كوريجيشن او كليفتنج، هنا بيبقى عنده الخلايا ما فيهاش كليفتنج خالص، هنا بيبقى عنده دوتر سيست، هنا ما فيش دوتر سيست، هنا ما عندوش كيراتين تقريبا، هنا عنده كيراتين اكتر، ده عنده ريكارنس ريت عالي قوي، ده تقريبا ما بيحصلوش ريكارنس، بنشيله وبيتشال بسهوله خالص. سهل الموضوع، سهل الموضوع. عشان كده قلنا بنعمله سيرجيكال ريموفل بس. هل محتاجين ناخد له سيفتي مارجن؟ لا. هل محتاجين نعمل له ريسكشن ونشيل كل جزء العظم اللي موجود ده؟ لا، هو سيرجيكال ريموفل للسيست بس. خلص كده يا شباب، الحمد لله الاورثو كيراتينايزد، وعرفنا ازاي بيجي، ودي الصفات المميزه للاورثو كيراتينايزد ودي الصور الهيستوباثولوجي. وعاده بصراحه الهيستوباثولوجي بتاع الاورثو كيراتينايزد ما بيجيش، علشان بس تطمنوا، اللي بيجي دايما هو الاوكي سي. وطبعا اهم حاجه في الاوكي سي ان هو ممكن يبقى مميز او يبقى مرتبط بمين؟ يبقى مرتبط بالنيفويد بيزل سيل كارسينوما سيندروم. سهل كده يا شباب الاوكي سي؟ سهل يا دكتور الحمد لله. يلا خدوا بريك وخلونا نرجع نكمل الدنتجرس واخوه على طول اللي هو السوفت تيشو هيماتوما. يلا خدوا بريك ونرجع. افلعوا. بنكمل يا شباب بعد ما خدنا بريك الحمد لله، وعملت كوبايه القهوه المتينه، وهنبدا دلوقتي نتكلم على الدنتجرس سيست وتوأمه. شوفوا احنا ابتدينا بقى نتكلم على توائم كتير، وهي دي بقى احلى حاجه في الاورال باثولوجي، ان احنا ممكن عندنا اعداد كتير من الليجنز واعداد كتير من السيستس، ولكن كلهم بيخلصوا بسرعه. ليه؟ لان انت بتاخد واحد وفي سيست تاني بنتكلم عليه برضه بيبقى اسهل شويه او اقل شويه في المحتوى العلمي، وبنقارنهم على طول ببعض. فهنتكلم دلوقتي على الدنتجرس، وهناخد بالظبط سيست تاني او هنتكلم على سيست تاني هيبقى اقل منه، يخلص في دقيقتين على طول، مش اكتر من كده. طيب ايه بقى قصه الدنتجرس سيست يا شباب؟ او اسمه التاني زي ما الدكتوره ما شرحته لكم في السلايدز، الفوليكولار سيست. كلمه فوليكولار يا شباب او فوليكل معناها ايه؟ معناها جراب. ده دكتور يعني ايه جراب؟ تعال افكرك. فاكر لما احنا جينا اتكلمنا على ازاي السنه بتتكون، وقلت لك معلومه مهمه قوي، ان دايما السنه لما بتيجي تتكون بيبقى حوالين السنه دي ابيثيليوم، او بيبقى حوالين الكراون ده ابيثيليوم. يا دكتور فاكر اللي هو كان مين يعني الكراون ده، وكان مين الابيثيليوم ده، وكان مين الجراب ده، وكان مين التاج اللي حوالين الكراون ده؟ اللي هو كان الانامل اورجن. طيب الانامل اورجن تعالى افكرك، كان بيتكون من كام طبقه من الابيثيليوم؟ هي دي بقى ميزه ان انا اشرح لك في الاول عشان نجري بعد كده. كان بيتكون من طبقتين من الابيثيليوم، انر انامل ابيثيليوم بالمنظر ده، واوتر انامل ابيثيليوم بالمنظر ده. السؤال بقى يا شباب اللي احنا بنتكلم عليه، ماذا لو ايه يا دكتور؟ ماذا لو طبقات الابيثيليوم دي اللي هي موجوده تعتبر في الانامل اورجن، ماذا لو طبقات الابيثيليوم دي هي اللي ابتدى يخرج من عندها السيست؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني طبقات الابيثيليوم دي يا دكتور هي اللي ابتدت تمشي في طريق تكون السيست. سوري يا شباب، يعني ابتدت تعمل سيست انيشيشن ثم فورميشن ثم سيست انلارجمنت. هتبص هتلاقي حصل حاجه غريبه قوي ومميزه قوي 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 قوي. حصل ايه؟ ابتدى الفلويد اللي موجود ما بين الانر انامل ابيثيليوم اللي هو جاي في السيست او بيتكون من السيست، ابتدى الفلويد اللي موجود ده يبدا يزيد قوي ويكتر قوي 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 في الكميه. فاول لما يزيد ويكتر في الكميه وهو موجود ما بين الانر والاوتر انامل ابيثيليوم، يبدا يضغط على الطبقتين دول ويبعدهم عن بعض. فنبص نلاقي ان في كوره، او نبص نلاقي ان في طاقيه، او نبص نلاقي ان في جراب فوليكل من الفلويد اللي موجود حوالين الكراون وماسك فيه. طب هو السؤال، بما ان انت عندك الانامل اورجن لافف حوالين الكراون داير، هتبص هتلاقي دايما في الراديوجراف ان انت السيست ده مرتبط حوالين السنه اللي لسه ما طلعتش. مش بس كده، ودايما واحفظ بقى المعلومه دي صم عشان هي دي اللي هتخليك تجاوب في العملي في الامتحان. دايما هتلاقي ان السيست ده جاي من عند السيمنت انامل جانكشن. ليه؟ لان السيمنت انامل جانكشن دي يا شباب هي نهايه تكون الكراون، يعني هو ده المكان اللي بينتهي عنده الانامل اورجن، فمستحيل السيست ده يتخطى السيمنت انامل جانكشن. زي ما هنشوف كمان شويه
دي نقطه صم هتسهل عليكم الموضوع في الاورال باثولوجي في العملي، وهتسهل عليكم كمان الموضوع في الراديوجراف او في الاكس راي السنه الجايه ان شاء الله. طيب تعالى بقى نبص الموضوع ونتكلم عليه. عرفتوا بقى ليه سمينا دنتيجرس؟ كلمه دنتيجرس برضو عشان تبقوا عارفينها معناها توث او معناها فوليكل باللاتيني، فلما اقول لك دنتيجرس سيست معناها فوليكولار سيست بس باللاتيني، وفوليكولار معناها جراب او فوليكل او بوكيت بس بالانجلش. سهل الموضوع؟ سهل الموضوع. تمام. بصوا كده هنا معايا اهو، ده اللي بيحصل بالظبط. ده كده الكراون اهو، وهو بيتكون حوالين الكراون في طبقه حمايه موجوده بتحافظ على الكراون جوه العظم. لو طبقه الحمايه اللي هو الانامل اورجان ده ابتدى يحصل من عنده السيست، هيبدا يتراكم الفلويد اللي موجود. طب حد شاطر منكم فاكر ايه هو طبقتين الانامل اورجان دول لما كانت السنه بتطلع كانوا بنسميهم ايه بعد كده؟ كانوا بيتبططوا على بعض ويتطبقوا على بعض، فكنا بنسميه ريديوزد انامل ابيثيليوم. ليه سميناه ريديوزد؟ عشان قل قوي في الحجم وفي العدد بتاع الخلايا. عشان كده بنقول ان لو تراكم فلويد ما بين طبقات الريديوزد انامل ابيثيليوم او بين قوسين ما بين الاوتر انامل ابيثيليوم والانر انامل ابيثيليوم، بيتكون لك على طول ساعتها مين؟ الدنتيجرس سيست. عشان كده بيبقى الصوره بالمنظر ده، او بيبقى شكله في الاكس راي بالمنظر ده. مميز قوي، مميز قوي 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 قوي. بصوا اهو لو خدتوا بالكم، ده هنا اهو منظر دنتيجرس سيست اتكون فيه البريمولر اللي موجود بالمنظر ده، ودايما هتلاقيه حوالين السنه دي. مش بس كده، بصوا هنا برضو اهو دايما هنا هتلاقوه متكون حوالين الكراون. هنشوف صور اكتر مختلفه ما تقلقوش. طيب دكتور، يبقى انا لما اجي اتكلم عن الدنتيجرس سيست هقول ايه؟ هقول ان انا عندي اكيوميليشن من الفلويد، يعني تراكم من الفلويد. ماله تراكم الفلويد ده؟ موجود فين؟ موجود ما بين الريديوسد انامل ابيثيليوم، يعني موجود ما بين الاوتر والانر انامل ابيثيليوم، يعني دايما يا دكتور حوالين الكراون بتاع سنه لسه ما طلعتش. لازم عشان كده دايما الدنتيجرال سيست ده بنلاقيه هو في مكان واحد، على عكس بقى الاو كي سي اللي كان منتشر في كل حته، دايما بنلاقيه حوالين ان ايرابتد توث بيري كورونال. دايما دكتور بيحصل ليه؟ ايه السبب او ايه المشكله؟ اي بريشر يا شباب، اي ضغط بيجي من السنه اللي بتطلع دي على الريديوسد انامل ابيثيليوم، ده بيعتبر اريتيشن او ستيميوليشن على الريديوسد انامل ابيثيليوم. كأن السنه عماله مضايقاه، كأن السنه عماله تضغط عليه، كأن السنه عماله تعمل له تهيج في الابيثيليوم بتاعه. اي اريتيشن او اي بريشر من السنه يبدا يعمل لنا انفلاميشن في الابيثيليوم. الانفلاميشن بتاع الابيثيليوم ده بقى يبدا يضغط لنا على الابيثيليوم، او ممكن مشكله تحصل من حته ثانيه خالص. ممكن يكون عندنا سنه ديسيدوس، السنه الديسيدوس دي هي اللي يكون فيها انفكشن او انفلاميشن يضغط على السنه البيرمننت بالمنظر ده. يعني بصوا كده هنا عندنا سنه ديسيدوس اهو بالمنظر ده، هي اللي نزلت ضيقه الابيثيليوم اللي حوالين السنه البيرمننت، عملت فيه المشكله وادت الى تكون السيست. يبقى اذا زي ما انا لسه قايل لك، اي بريشر من السنه الارابتنج او اي بريشر او اي انفكشن او اي انفلاميشن من السنه الديسيدوس يعمل لك ايه؟ يبدا يضغط لك على الابيثيليوم. الابيثيليوم كرد فعل يبدا يحصل له بروليفريشن، ولما يحصل له بروليفريشن يبدا يحصل لنا ليكويفاكشن نيكروزس. الفلويد يتراكم ما بين طبقات الابيثيليوم، اول ما يتراكم ما بين طبقات الابيثيليوم يزود لك الانتراليومينال هيدروستاتيك بريشر، يبدا يحصل لك سيباريشن للفوليكل، تبدا الجراب بتاع السنه ده ينفش لبره بالمنظر ده. بصوا كده هنا اهو، شكرا. ده كده منظر ريديوسد انامل ابيثيليوم اهو، ودي هنا طبقه الاميلوبلاست اللي جوه، ودي الفلويد اللي تراكم ما بين الطبقتين. طيب خلونا برضو نشوف هنا الطريقه بتاعت الفورميشن اهو بالمنظر ده. ماشي، كل ده الفلويد اللي عمال يخرج من الخلايا ومن البلاد فيزلز ويتراكم حوالين السنه. بصوا خدتوا بالكم، دايما هتلاقوه موجود حوالين الكراون، دايما احفظوها كده صم، وماسك عند السمنت انامل جانكشن. طيب تخيل معايا كده ان انت عندك برميل ميه موجود فوق السنه اللي عايزه تطلع، هل السنه دي هتقدر تطلع؟ لا يا دكتور مش هتقدر تطلع. عشان كده دايما بنلاقيه، بصوا انا قلت كام دايما، كل الكلمات اللي انا بقول عليها دايما دي مواضع اسئله في الامتحان وبتقدر تخليك تعرف السيست ده على طول. فهتبص هتلاقي ان السنه ان ايرابتد،
يعني السيست ده على طول مرتبط بسن انيرابتد. بص لما بنيجي بقى نشيل السيست ده هتلاقي السن على طول طالعه معاه ماسكه فيه، هما الاثنين بيحبوا بعض ما بيقدروش يفصلوا عن بعض بالمنظر ده. طيب دكتور ايه هي اكتر اسنان بيحصل فيها الدنتجرال سيست؟ مش محتاج اقول لك ليه، لان اكتر اسنان هيحصل فيها الدنتجرال سيست هي اكتر اسنان بتتاخر في الظهور، يعني اكتر اسنان يكون عندها مشكله في الاربشن، يعني اكتر اسنان ممكن تبقى عندها اكتوبيك اربشن. وبالتالي ترجع لشابتر الهارد انوميليز هتلاقي مين اكتر اسنان عندهم اكتوبيك اربشن؟ طبعا الايتس مليون في المية، واكتر واحد طبعا اللور عن الابر، وبعد كده الابر كاناين لانه بيجي بيتاخر بعد الفور وبعد اللاترال فممكن ما يبقاش ليه مكان، فده بيبقى خليه عرضه ان هو يحصل له الدنتجرال سيست. يبقى زي ما احنا قلنا كلينيكالي هتلاقي عنده كل الفيتشرز بتاعه السيست اللي احنا عارفينها. ايه هي الفيتشرز بتاعه السيست؟ ان هو بيبقى اغلب الفيتشرز يعني ان هو اسيمتوماتيك العيان ما بيحسش بيه، ان هو بيعمل سويلنج، ان هو بيبقى يوني لوكيلر ويل ديفايند ريديولوسنس في الاشعه، وحواليه كورتيكيتد او سكليروتيك بوردر. ده كده الفيتشرز العامه اللي احنا عارفينها. طيب طبعا لما بتيجي تسحب منه فلويد برضو الفلويد بيطلع زيه بالظبط زي الريزيديوال او زي البريبيكال سيست، سترو كلر، ميه معكره زي اي سيست. طيب او زي اغلب السيست. دكتور السايت مش محتاج اكلمك على السايت، دايما بيبقى مرتبط مع الاسنان الامباكتد. دكتور ولما بيجي مع الاسنان الامباكتد بيعمل لها ديسبليسمنت، بيزق السنه لتحت، بيضغط عليها لتحت فيخليها ما بتطلعش. ده ممكن كمان يا دكتور لو قرب من الروتس بتاعت السنان اللي جنبه يعمل لها روت ريزوربشن. اهم معلومه انا عايزكم تعرفوها يا شباب، ليه الام سي كيو مش اكتر؟ ان هو ممكن يكون في بعض الاحيان او في بعض الكيسز او في بعض الاشخاص بيجي لي مالتيبل دنتجرال سيست، واول ما اقول لك مالتيبل دنتجرال سيست تبقى عارف ان هي هتبقى مرتبطه بمالتيبل امباكتد تيث. مين بقى الحالتين دول؟ اول حاله ودي مش هكلمكم عليها لان احنا اوريدي اخدناها قبل كده، اللي هو الكليدوكرينيال ديسبليجيا. فاكرين الواد اللي كان بيقدر يقرب كتفينه الاثنين من بعض وكان عنده مالتيبل امباكتد تيث. وتاني كيس يا شباب او تاني مشكله هو الماروتو لامي سيندروم. الماروتو لامي سيندروم ده برضو طفل مش عليكم تفاصيله، بيبقى جاي معاه مالتيبل امباكت تيث. هنشوف صوره ليه دلوقتي هنا موجوده بالمنظر ده. ادي طبعا اهو السويلنج العنيف اللي بيكون حاصل بيكون بالمنظر ده. طيب وادي طبعا السويلنج اللي بيحصل في البون وبرده بيمشي بنفس المسار بتاع البريفيكال انفلاماتوري سيتس، بيبقى هارد في الاول، لو فضل يضغط يبقى اكشيل كراكلينج، لو فضل يضغط بيبقى سوفت تيشو فلكتويشن. ادي الكليدوكرينيال ديسبليجيا وادي الطفل اللي عنده ماروتو لامي سيندروم. اعتقد ممكن شفتوه في حياتكم مره ولا حاجه، بس هو بيكون عنده مالتيبل امباكتد تيث برضه كالعاده. راديوجرافيكالي زي ما انتم شايفين دايما عنده ويل ديفايند يونيلوكيولار راديولوسنسي، ودايما مرتبط بسكليروتيك بوردر او كورتيكيتد بوردر، ومرتبط ب امباكتد توث. طيب بصوا بقى وركزوا معايا في الجزئيه دي عشان بتيجي كتير قوي في امتحان العملي، يجيب لكم صور مختلفه من الاكس راي بتاعه الدنتجرس. مش احنا اتفقنا يا شباب ان الدنتجرس دايما بيبقى جاي حوالين سن امباكت وبيبقى جاي من الريديوس دينامل ابيثيليوم او الانامل اورجان؟ يا دكتور عشان كده على حسب بقى يا شباب الريديوس دينامل ابيثيليوم ده بيتكاثر او بيزيد في الفلويد في انهي منطقه بالظبط، يمين ولا شمال ولا في النص، على حسب ما بنشوفه في الاشعه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني تعالى تخيل معايا السيناريو ده، لو انت عندك الريديوس دينامل ابيثيليوم كان الفلويد بتاعه او الفلويد اللي بيحصل فيه من السيست بيزيد في كل الاتجاهات مره واحده، هتبص هتلاقي ان هو السيست جاي في النص بالظبط. بينما بقى لو كان السيست عندك بيتكاثر في منطقه اكتر من منطقه، يعني هنا مثلا السيست بيتكاثر لاترالي اكتر، ساعتها هتلاقي ان السيست مايل لاترالي شويه. اما بقى لو كان السيست بيتكاثر لتحت اكتر هتحس سوري يا شباب انا اسف، هتحس ساعتها ان هو لافف حوالين السنه سيركمفرنشال. لكن المشترك ما بين كل دول اللي هيخليك تحل السؤال في العملي بمنتهى البساطه ان كلهم ماسكين عند السيمنتو انامل جانكشن، كلهم ماسكين عند السيمنتو انامل جانكشن، كلهم ماسكين عند السيمنتو انامل جانكشن. ده اللي هيخليك تحل السؤال بمنتهى البساطه. يبقى اذا عنده فرايتيز، عنده اشكال مختلفه في الاكس راي. ممكن يبقى سنترال يعني جاي في النص بالظبط في المنتصف، يا اما لاترال مايل شويه، يا اما سيركمفرنشال محيطي يعني لافف داير حوالين مين؟ حوالين السنه.
اهو طبعا ده منظره زي ما احنا قلنا على حسب الدايركشن اوف انلارجمنت، على حسب هو بيكبر ازاي. ممكن يبقى سنترال وده اكتر واحد طبعا، يا اما لاترال يا اما سيركمفرنشيال. طيب دكتور في الهيستوباثولوجي بقى بيكون عندي ايه؟ والله في الهيستوباثولوجي يا شباب، وطبعا ده هو منظرهم في البيوبسي. في الهيستوباثولوجي بقى بيكون عندنا الاتي. اول حاجه لما بتيجي تبص على طبقات الابيثيليوم، هل هو يا دكتور عامل اركيدز زي البريفيكال؟ كل اللي انا بقوله ده عشان تميزوا ما بينهم. هل هو عامل اركيدز زي البريفيكال، ولا 6 ل 8 زي الاودونتوجينيك كراتوسيست وفي كليفتس وفي بادنج وفي ساتلايت سيست؟ لا خالص، ده هو كل اللي احنا بنشوفه طبقات الريديوز انامل ابيثيليوم، اللي هم الاثنين الاربع طبقات بتوع الانامل اورجان او الريديوز انامل ابيثيليوم. وبنشوف معاه سيستك كافيتي مليان بالسترو كولرد فلويد، ما فيهوش كيراتين عشان الريديوز انامل ابيثيليوم ما فيهوش كيراتين. وكل اللي احنا بنشوفه ان في بعض الاحيان بنلاقي شويه ميوكاس سيلز، اللي هو الخلايا اللي بتكون قادرة على إنتاج الميوكس، وبالذات لو كان في السيستس الأبر، لو كان مرتبط بالريسبيراتوري ابيثيليوم. بس مش عليكم التفاصيل دي، انتوا تحفظوا لي بس ان ممكن في بعض الأحيان نلاقي شوية ميوكس سيلز بس. يبقى إذا دكتور بالنسبة للبروجنوزس بالنسبه للبروجنوزس حلو قوي قوي قوي، ما بيحصلوش ريكارنس، ما بضطرش اعمل سيرجيكال ريسكشن، ما بضطرش اعمل ريموف والسيفتي مارجن، لا هو حلو قوي 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 خالص في كل حاجه. اهو ادي المنظر بتاعه، طبقتين لاربع خلايا بالكتير قوي، وبلاقي معاه شويه ميوكس سيلز، ما عندوش اي حاجه مميزه ثانيه خالص. طيب ايه الديفرنشال دايجنوز اللي ممكن احطه معاه؟ بنحط اوقات الاو كي سي بس علشان عدد طبقات الخلايا قريب منه مش اكتر، لكن نقدر نميز ما بينهم. طبعا اقدر اميز ما بينهم، اقدر اقول ان هنا في كليفتنج وفي بودنج وفي ساتلايت سيست وفي ارتيفاكتشوال كوريجيشن، يعني في تعرج او ويفي زي ما احنا قلنا. دكتور طيب ده بالنسبه لي البروجنوزس، ان هو عنده بروجنوزس حلو قوي وغالبا ما بيرجعش. هل ممكن يبقى ليه كومبليكيشنز؟ ممكن يبقى ليه كومبليكيشنز، ممكن يبقى ليه مضاعفات، وهنتكلم عليها ان شاء الله بالتفصيل في شابتر الاودونتوجينيك تيومرز. ان ممكن في بعض الاحيان يا شباب السيست ده يقلب يبقى تيومر. بتيجي منين يا دكتور التيومرز دي؟ التحول ان هو يبقى ورم ده بيجي منين؟ بيحصل منين؟ بيحصل من الميوكاس سيلز اللي احنا لسه شايفينها من شويه، ان ممكن الميوكاس سيلز دي تتجنن وتعمل لنا تيومر من السيست ده. وعشان كده ساعتها بقى لو السيست ده قلب تيومر بيبقى عنيف قوي وبيكبر بقى بشكل زي التيومرز بالظبط، زي الاورام بالظبط، فساعتها ياكل في العظم اكتر، فيخلي الفك بتاعنا ده عرضه للكسر اكتر. يبقى تخلي بالك بقى ان ممكن الكومبليكيشنز ان هو يتحول لنيوبلازم. مين النيوبلازمز اللي هنتكلم عليها ان شاء الله؟ يا اما الاميلوبلاستوما زي ما هنشوف كمان شويه، يا اما ممكن يتحول لسكوما سيل كارسينوما او ميوكوبيدرموت كارسينوما اللي هناخدها في شابتر السليفري بالتفصيل ان شاء الله. دول الثلاث اورام وتحفظوهم عشان بيجوا في الام سي كيو كتير. دكتور كل ده هيؤدي ان ممكن يحصل لي ايه؟ ممكن يحصل لي باثولوجيكال فراكتشر، الفك بتاعي يتكسر بالمنظر ده. تمام، سهل الموضوع سهل الموضوع. طيب دكتور ايه هو الراديوجرافيك ديفرنشال دايجنوزس؟ يعني هل ممكن الدنتجرال سيست ده يتشابه مع حاجات ثانيه في الاكس راي؟ طبعا ممكن يتشابه زي ما احنا لسه قايلين مع الاو كي سي، خاصه لو كان الاو كي سي ده جاي بيري كورونال، وتوأم الاو كي سي اللي بيجي كده كده بيري كورونال اللي هو الاورثوكاراتينايزد، والتيومر اللي ممكن يطلع من الدنتجرس اللي هو الاميلوبلاستوما. والنوع من الاميلوبلاستوما هنعرفه ان شاء الله في الشابتر الجاي اسمه يونيسيستيك اميلوبلاستوما. سهل الموضوع سهل الموضوع. تمام. طيب دكتور طب انا كده خلصت الدنتجرس، ايه بقى قصه الاربشن سيست؟ واهدوا بقى كده خالص وبالراحه خالص والموضوع بسيط. الاربشن سيست يا شباب ما هو الا دنتجرس بس على الهادي خالص. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الاربشن سيست هو عباره عن دنتجرس بس دنتجرس خرج من العظم. يعني ايه يا دكتور الكلام ده؟ يعني احنا عارفين ان دايما الدنتجرس لما بيبدا يحصل ستيميوليشن للريديوس انامل ابيثيليوم بيكون جوه العظم، فبيبدا الدنتجرس ده يكبر وهو جوه العظم، فساعتها بيعمل لي منظر الدنتجرس او الفوليكولر اللي احنا عارفينه. لكن لو السنه دي بقى يا شباب كانت الحمد لله شقت طريقها حلو قوي وخرجت من العظم، بس هي موجوده ما بين المساحه اللي بعد العظم وقبل السوفت تيشو، يعني ولا لسه ظهرت في البق ولا هي لسه موجوده في العظم بتاع الفك بتاع العيان، ساعتها بقى بيحصل لنا ايه؟ بيحصل لنا المنظر اللي انتم شايفينه ده اللي هو بنسميه الرابشن سيست، وعشان كده سميناها الرابشن سيست. فانت اوعى تتلخبط ما بين الدنتجرس ما بين الرابشن. الرابشن يعني اكيد
انت تكون متاكد مليون في الميه ان هو عدى البون. طيب ليه برضه سيست؟ عشان لسه ما اخترقش السوفت تيشو. ها تبقوا عارفين تميزوا ما بينهم. او اسمه الثاني يا شباب الرابشن هيماتوما. ايه ده دكتور؟ ايه موضوع الرابشن هيماتوما ده؟ انا فاكر ان كلمه هيم يعني ايرن او يعني بلاد، وكلمه اوما يعني انتفاخ او تيومر او سويلنج او كلكيعه. ليه سميناها الرابشن هيماتوما؟ ايه اللي بيحصل بالظبط؟ اهدوا بقى كده احكي لكم القصه بتاعته بمنتهى البساطه. اللي بيحصل يا شباب بمنتهى البساطه ان لما السنه تعدي البون بتاعي وتبدا تمشي في طريقه عشان تخترق السوفت تيشو وتظهر في البق، لو السنه دي بعد ما عدت البون ضربت اي بلاد فيزل او خبطت في اي بلاد فيزل، هيبدا البلاد فيزل ده يحصل له ايه؟ يتعور ويبدا يحصل له ارتشاح. يعني ايه ارتشاح؟ يعني يبدا يخرج فلويد من النسيج اللي هو ماشي فيه او من الوعاء اللي هو ماشي فيه او من الماسوره اللي هو ماشي فيها. فلما يبدا الفلويد ده يخرج من البلاد فيزل اللي ماشي فيه او يرتشح، يبدا الفلويد او الدم ده يتراكم حوالين الكراون، وبالتالي الدم اللي جه من البلاد ده او الدم اللي جه من ماسوره الدم دي يبدا يضغط على الكراون، يخلي الكراون مش قادر يطلع. وهو ده بقى يا شباب السبب اللي خلى دايما الرابشن هيماتوما لونها مزرق. ليه لونها مزرق؟ عشان بسبب الارتشاح اللي بيحصل من البلاد فيزل. سهل الموضوع ولا صعب؟ سهل الموضوع. تمام. طيب بصوا كده معايا، ادي منظر الرابشن هيماتوما اهو، وهنعرف كمان شويه وهنجاوب على الجيف ريزون ليه دايما بيبقى لونها مزرق. ادي الطفل اهو. طب الشاطر منكم بقى يقول لي الطفل ده علاجه ايه؟ هل علاجه ان انت تفتح وتخلع السنه كلها باللي فيها، ولا كل اللي انت تعمله ان انت فتحه مشرط صغيره او تفضي الفلويد اللي جوه تبص تلاقي السنه طلعت معاك على طول؟ سامع اجابتك وانت بترد عليا؟ دكتور حلها ان انا يا دوب اعمل سمبل اكسجن، افتح فتحه بسيطه خالص بالمشرط بس خلاص. ادي طبعا هنا الرابشن هيماتوما طالعه عند اسنان مختلفه. هنا يا دوب فتحه بسيطه لقينا السنه نزلت على طول. تمام. طيب بصوا كده هنا معايا او دكتور، يبقى الرابشن سيست عباره عن ايه؟ ده الجزء السوفت تيشو بتاع الدنتجرس سيست. الدنتجرس بيحصل في البون، ده بيحصل في السوفت تيشو. طيب دكتور لو الرابشن سيست ده ابتدى يتراكم حواليه البلاد وابتدى يحصل ارتشاح للبلاد لدرجه انه ضغط عليه، ساعتها بنسميها الرابشن هيماتوما. شكلها ايه يا دكتور في العياده؟ عامله زي الدوم شيب، عامله زي قبه المسجد بالظبط، مدوره قوي وراوندد قوي قوي قوي، وممكن يبقى لونها بلوش، مميز قوي اللون البلوش ده، ودايما هتلاقيها في الصغيرين مليون في الميه. واكتر اسنان بيحصل فيها الموضوع ده زي ما احنا قلنا، اكتر اسنان هو الديسيدوس فيرست مولر، ومن بعديه طبعا الانسايزر اريا او البيرمننت انسايزر ارياز. دكتور الباثولوجيكال فيتشرز يعني ما فيهاش اي اختلاف خالص عن اللي احنا شفناه في الدنتجرال سيست. برضو طبقات الابيثيليوم اللي بنشوفها، طبقتين الخلايا اللي هم اوريدي بيكونوا حوالين الكراون او الكيس اللي حوالين الكراون اللي هو بتاع الريديوس ديناميل ابيثيليوم يعني، ومعاه شويه كرونيك انفلاماتوري سيلز بسبب الالتهاب اللي بيحصل، ومعاه السيستيك فلويد اللي احنا شايفينه. مش عليكم مش عليكم صوره الهيستوباثولوجي عشان ما بيجيش في الامتحان بصراحه، بس هي صورته معروفه قوي كلينيكالي، يجيب لك الصوره دي سبوتنج على طول تقول له ده الرابشن سيست. التريتمنت ما بيحتاجش تريتمنت خاصه بيه، كل اللي انت هتعمله يا دوب هتعمل سمبل اكسجن بالمشرط، تفتح السيست ده، تبص تلاقي السنه طلعت على طول. سهل الموضوع، سهل الموضوع. تمام. خلصنا كده يا شباب الحمد لله. خلاص اول يعتبر يعني اول ساعتين اول محاضره هنستكمل ان شاء الله بعد ما ناخد بريك. برضو كالعاده اعمل لكم بقى كوبايه عصير وقوموا اتمشوا كده حوالين المكان، وانا برضو اخد لي بريك كده هدي نفسي خالص، ونستكمل ان شاء الله السيستس اللي جايه. يلا اقابلكم بعد دقيقتين. باي باي. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ بنستكمل بقى بارت 2 من شابتر السيست، واللي هنختم فيه باذن الله كل ديفلوبمنتال اودونتوجينيك سيست. خلاص هيتبقى لنا جزء بسيط خالص بتاع النون اودونتوجينيك ديفلوبمنتال برضو، واللي هنلحمه على طول مع بقيه بقى شابتر السيست اللي هو السودو سيست والسوفت تيشو سيست. برضو حابب انبه على نقطه مهمه قوي. ممكن وانتوا بتسمعوا كده الفيديو ده تحسوا ان في ترتيب شويه ايه مختلف عن اللي كان موجود في السلايدز، بس انا بطمنكم مفيش اي معلومه انا قلتها مش موجوده في السلايدز. ادي النقطه الاولى، وبالتالي مفيش اي سؤال هتلاقوه في الامتحان غير وانا قايل ومأكد عليه. دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه الترتيب والتنسيق بتاع المعلومات اللي انا شرحت بيه هو ده اللي هيساعدك ان انت تفهم الشابتر بشكل مثالي. لكن
الجزء بتاع السلايدز اللي هو انتش من كل حته معلومه دي وجمع لي كده السيستس مع بعض والكلام ده مش هياكلك عيش خالص، ولا هيخليك ان انت قادر تجمع اي معلومه. فامشوا كده معايا واحده واحده ان شاء الله، ربع ساعه بس في الفيديو ده ونكون خلصنا خلاص كل الديفلوبمنتال اودونتوجينيك، وان شاء الله بارت 3 بقى اللي هيبقى برده ساعه، بحيث ان الشابتر كله على بعضه يبقى في 3 ساعات بالكتير مش اكتر من كده، هنختمه ان شاء الله وهنكون خلصنا بشكل كامل شابتر السيستس. طب احنا هنتكلم دلوقتي على ايه يا دكتور؟ هنتكلم دلوقتي على سيست برضو من اهم السيستس اللي موجوده واللي هتقابلها في حياتك، وطبعا هو نادر ما بنشوفوش كتير برضو بصراحه يعني في الحياه العمليه، ولكن مهم قوي 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 في الامتحان. وهو ايه؟ وهو كالسيفاينج اودونتوجينيك سيست، اللي اسمه التاني مهم بالنسبه لك برضو عشان بيجي في الامتحان، اسمه جورلين سيست. وخلي بالك احنا سمعنا جورلين دي كتير قوي قوي قوي، سمعناها في 3 مناطق في المنهج. اول حاجه سمعناها في الجورلين سيندروم اللي هو بتاع المالتيبل سكويموس سيل بابيلومز، سمعناها تاني اهو في الجورلين سيست، وسمعناها تاني بقى في النيفويد بيزل سيل كارسينوما سيندروم اللي كان اسمه الجورلين جورتس سيندروم. يبقى خلي بالك بقى في فرق ما بين جورلين سيندروم، بس في فرق ما بين جورلين سيست وفي فرق ما بين جورتس جورلين سيندروم، ماشي، اللي هو بتاعت النيفويد بيزل سيل اللي كان عنده مالتيبل اوكي سيز. فارجوك خلي بالك من الموضوع ده، مهم قوي. طيب اسمه ايه بقى؟ زي ما موجود في السلايدز برضو، نجيب الاسم القديم بتاعه شويه اللي الدكتوره حابه تسميه كده، سميته كيراتينايزنج كالسيفاينج اودونتوجينيك سيست. بصراحه بقى احنا في الحاله العمليه بنسميه سي او سي. ليه بنسميه سي او سي؟ علشان خاطر اسمه كالسيفاينج اودونتوجينيك سيست. وان شاء الله لما تطلعوا في الاكس راي السنه الجايه هتعرفوا ان في فاريانت من السيست ده بيبقى على هيئه تيومر. يعني ايه على هيئه تيومر؟ يعني ايه فاريانت؟ يعني في نوع بيبقى النوع ده ملوش صفات السيست، ما بينموش بطريقه السيست، وبنعتبره تيومر. ودي برضو كانت خناقه زي خناقه الكيراتوسيستيك اودونتوجينيك تيومر. فاكرين الكي او سي؟ فاكرين لما قلت لكم، او الاو كي سي قصدي، سوري، اللي هو الاودونتوجينيك كيراتوسيست، لما كان في خناقه في الدبليو اتش او منظمه الصحه العالميه هل نعتبره سيست ولا نعتبره تيومر؟ برضو ده نفس الموضوع، كانوا بيعتبروه او بيظنوا او بيفتكروا في بعض الاحيان ان هو تيومر. طب يا دكتور هل هنعرفه ان هو كتيومر ولا هنعرفه ان هو كسيست؟ كل ده هنتكلم عليه. المهم ان الكالسيفاينج اودونتوجينيك سيست اللي اسمه الثاني الجورلين سيست لازم نترجم كل كلمه فيه زي ما بنعمل دايما. هو انا ايه اللي يخليني اسميه كالسيفاينج اودونتوجينيك سيست؟ تعال نترجم. اول حاجه طالما قلت لك كالسيفاينج يبقى اكيد هشوف فيه كالسيفيكيشن، يعني هشوف فيه شويه راديو اوباسيتيز كده موجوده سواء في الاكس راي او موجوده كمان في الهيستوباثولوجي وهنتكلم عليها بالتفصيل. واودونتوجينيك يعني الاوريجين بتاعه جاي منين؟ جاي من اودونتوجينيك ابيثيليوم، وده هيترجم كل كلمه هنتكلم عليها. طيب دكتور اول حاجه بالنسبه للاوريجين، هل الاوريجين بتاعه مختلف عن اللي احنا اتكلمنا عليهم؟ لا مش مختلف خالص على فكره. بالمناسبه هو ممكن يجي من اي اودونتوجينيك ابيثيليال ريمننتس موجوده، يجي من ابيثيليال ريست اوف سيريز اوف مالاسي، من دنتال لامينا، من ريديوسد انامل ابيثيليوم، ايا مكان. طيب فاكرين لما قلت لكم ان الكالسيفاينج اودونتوجينيك سيست ده ممكن يبقى تيومر وممكن يبقى سيست؟ طيب بنعرف ازاي؟ دي ليك انت عشان تميز ما بينهم. لو كان يا شباب السويلنج ده اللي هو المفروض بنعتبره عباره عن سويلنج حاصل مكان السيست، لو كان سوليد خالص. يعني ايه سوليد؟ يعني ما فيش فيه اي فلويد تماما، جينا عملنا اسبيريشن ما لقيناش فيه اي فلويد. ده مش بس كده، لو جينا كمان بصينا عليه تحت الميكروسكوب ما لقيناش ليه اي سيستيك ليومن ولا اي سيستيك كافيتي خالص ولا اي تجويف، ساعتها بنعرف ان ده الفاريانت اللي اسمه تيومر. يبقى اذا هو بيجي بشكل من اتنين عند العيانين، يا اما يجي تيومر وساعتها بيبقى سوليد ما عندهوش اي مواصفات السيستيك كافيتي خالص، يا اما يجي بسيستيك كافيتي وسيستيك ليومن وساعتها بنعتبره السيستيك فاريانت او النوع اللي هو يعتبر سيست. تمام، دي نقطه مهمه قوي عشان تقدروا تميزوا ما بينهم. طبعا لما بيجي تيومر بنغير اسمه شويه، بنسميه دنتينوجينيك جوست سيل تيومر، وهقول لكم كلمه جوست سيل دي جت منين هنتكلم عليها. طيب دكتور يعني من الاخر تقصد تقول ان هو لو كان جاي تيومر بيبقى سوليد وساعتها بيبقى اجريسيف قوي على العيان، وساعتها بقى لما بنتعامل معاه ان هو تيومر لازم نشيله بسيفتي مارجن بما انه اجريسيف، بما انه عنيف قوي، بما انه بياكل من العظم بطريقه كبيره قوي، فلازم ساعتها نشيله بسيفتي مارجن. حد شاطر منكم يديني مثال اتكلمنا عليه في بارت 2 النهارده
وكان يعتبر برضو محتاجين نشيله بسيرجيكال اكسجن ولازم سيرجيكال ريسكشن ولازم نشيله بسيفتي مارجن. برافو عليك، اللي هو الاو كي سي. بينما بقى لو كان هو سيستيك، لو كان هو سيست اللي هو السي او سي او الكالسيفاينج اودونتوجينيك سيست، ساعتها بيكون عنده سلو جروث وبيتشال بمنتهى البساطه وما بيكونش اجريسيف ولا محتاجين نعمل له سيفتي مارجن. طيب دكتور كلينيكالي بقى بيحب يجي فين؟ والله كده كده قبل ما اتكلم في اي حاجه، بما انه سيست وبما انه سلولي جروينج، فهو عنده كل المواصفات العامه بتاعت مين؟ كل المواصفات العامه بتاعت السيستس اللي احنا عارفينها، ان هو سلولي جروينج، ان هو بينلس، ان هو اسيمتوماتيك مع العيان، ان هو بيبقى ويل ديفايند يونيوليكولار ريديولوسنت وبيبقى محاط بكورتيكيتد او سكليروتيك بوردر، وممكن يعمل روت ريزوربشن للسنان، وبيبقى ليه سيستيك فلويد. كل المواصفات دي احنا عارفينها. طب ايه المختلف بقى والمميز في السيست ده؟ المميز يا شباب ان هو بيحب يجي في الانتيريور ماكسيلاري ليجن. الله 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 الله، لا ده كده بقى الوضع هنا اختلف. ليه؟ لان اغلب السيستس زي ما انا قلت لك قبل كده بتحب تيجي فين؟ بتحب تيجي في المانديبولار بوستيريور اريا، لكن ده هنا رجعنا بقى لعادتنا القديمه زي ما اتكلمنا على الراديكولار سيست اللي كان بيحب يجي برضه في الانتيريور ماكسيلاري اريا. يبقى الحاجات او السيستس اللي بتيجي في الانتيريور ماكسيلاري اريا مهمه قوي ومميزه قوي، لازم تكون عارفها ومميزها عن بقيه الشابتر. تمام؟ طيب دكتور ايه بقى بقيه الكلينيكال فيتشرز؟ بقيه الكلينيكال فيتشرز ان هو ممكن يكون اسوشيتد مع الارابتد توث، يعني ممكن يكون جاي بيري كورونال من الريديوز او من الدنتال لامينا، وساعتها هيمنع السنه دي ان يحصل لها ايرابشن. طب ليه يا دكتور ما اعتبروش دنتيجرال سيست زي ما قلنا؟ اوعى تنسى، ما احنا قلنا الدنتيجرال سيست لازم بيبدا من عند السيمنت اونامل جانكشن وبيلف حوالين السنه، لكن ده مش شرط يكون مرتبط بالسيمنت اونامل جانكشن. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه مش شرط اصلا يجي بيري كورونال، يعني هنا مثلا جاي بيري ايبيكال خلاص، يبقى اذا ليه اماكن مختلفه ممكن يجي بيها. طيب دكتور هو انا ليه سميته كالسيفاينج اودونتوجينيك سيست؟ ايه السبب؟ السبب ان انا لما جيت بصيت عليه راديوجرافيكالي لقيت فيه شويه كالسيفيكيشن بالمنظر ده، لقيت فيه شويه راديو اوباسيتيز بالمنظر ده، لقيت فيه شويه كالسيوم موجودين في السيستيك ليومن وفي الابيثيليوم زي ما هنشوف كمان شويه. اعتقد كده الموضوع واضح. طيب بصوا كده اهو، هنا هو جاي سوليتري، جاي لوحده بس معاه شويه كالسيفيكيشن. هنا لو انت خدت بالك مرتبط بان ايرابتد توث اللي هو البيرمننت كاناين مثلا يعني. طيب بصوا كده هنا اهو صوره ثانيه ليه جاي سوليتري، صوره ثانيه ليه جاي سوليتري. واخدين بالكم من الكالسيفيكيشن؟ عاملين بالظبط زي قطعه ثلج كده المترميه في السيستيك فلويد، مترميه في السيستيك ليومن. طيب دكتور ايه بقى السبب اللي خلانا نشوف السيست ده موجود تحت الراديوجراف عباره عن فوكال راديو اوباستيز؟ ايه السبب اللي خلانا نشوف شويه راديو اوباستيز موجوده من السيست ده في الراديوجرافيك بيكتشر؟ السبب يا شباب هو الهيستوباثولوجي اللي بيقول كل حاجه. وركزوا بقى معايا قوي 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 في الهيستوباثولوجي اللي انا هتكلم عليه ده. اول حاجه يا شباب لاحظناها، بصوا لي على البيزل سيلز، هتلاحظوا حاجه غريبه جدا، هتلاحظوا ان البيزل سيلز برضه باليسيدد بالمنظر ده. ايه ده يا دكتور؟ يعني ايه باليسيدد؟ سمعناها قبل كده في الاو كي سي صح ولا لا؟ يعني ده يا دكتور في شبه كبير قوي من الاو كي سي في بعض الحاجات. اولا لو جه تيومر بنشيله بسيفتي مارجن زي الاو كي سي. ثانيا البيزل سيلز بتاعته اللي موجوده تحت الميكروسكوب برضو شبه الاو كي سي، ان هي بتبقى باليسيدد واقفه مترصصه زي الجنود كلهم باراليل لبعض، وبالتالي دي نقطه تخليك على طول تجمعه هو والاو كي سي في نفس النقطه بصوره مهمه قوي. طيب يبقى اذا البيزل سيلز بتاعته تعرف ان هي باليسيدد، ادي اول معلومه. النقطه الثانيه بقى يا شباب، دكتور هو ايه اخبار السيلز اللي فوق البيزل سيلز؟ يعني بقيه الابيثيليال لايننج ايه اخباره؟ بتبقى يا شباب شبيهه لخلايا اللي هي كانت موجوده اثناء تكون السنه، الاستليت ريتيكولم سيلز. فاكرين؟ وخلونا ارسمها لكم علشان خاطر تقدروا تفتكروها. يعني انا عايز علشان اسهل عليكم حفظ المعلومه شويه. بصوا يا شباب، لو كان ده مثلا الكراون بتاع السن اهو، او الكراون بتاع المولر اللي موجود عندي، فالمفروض ان الكراون ده كان حواليه داير حاجه اسمها ريديوسد انامل ابيثيليوم، طبقه اهو اسمها انر ريديوسد انامل ابيثيليوم، وطبقه خارجيه اسمها اوتر ريديوسد انامل ابيثيليوم، صح ولا لا؟ طيب ما بين بقى ده وده كان في خلايا كده عامله زي العنكبوت، فاكرينها؟ يا دكتور فاكرينها، كانوا ماسكين ما بينهم ما بين بعض بالمنظر ده، اللي احنا كنا بنسميها ايه؟ كنا بنسميها ستيليت ريتيكولم. فهو بيقول لك قال يعني ان الطبقات بتاعت الابيثيليوم اللي موجوده فوق عامله شبكات بينها وبين بعض زي الستيليت ريتيكولم. مش مهمه المعلومه بس تبقى
عارفها لي علشان موجوده في الهاند اوت. ايه بقى يا شباب المهم بالنسبه لي قوي 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 قوي؟ هي الخلايا الابيثيليوم اللي ابتدت تموت ناحيه السيستيك كافيتي. ايه ده يا دكتور معناه ايه الكلام ده؟ ارجع افكرك، مش احنا قلنا ان دايما طبقات الابيثيليوم اللي ما بيوصلهاش الغذاء والاكل بتاعها اللي موجوده ناحيه السيستيك فلويد بتبدا تموت ويحصل لها ليكوفاكشن نيكروزس مع الوقت؟ بس هنا بقى المميز في طبقات الابيثيليوم الميته دي ان هي هنا بقت عامله زي الشبح. يعني ايه زي الشبح؟ عباره عن ابيثيليال سيلز فاضيه خالص ما فيهاش اي نيوكليوس، عامله زي البيت المهجور. عشان كده بنسميها ايه يا شباب؟ بنسميها جوست سيلز. يبقى اذا ايه هو الجوست سيلز؟ تحفظها صم عشان ان شاء الله هنعرف او عرفنا اوريدي في شابتر الهارد انوميليز ان كان عندي حاجه اسمها جوست تيث. يبقى انت بكلمه جوست في المنهج سمعتها في حتتين، سمعتها في الجوست تيث في الريجنال اودونتو ديسبليجيا، واديك سمعتها تاني اهو دلوقتي في الجورلين سيست ان انت سمعت الجوست سيلز. يبقى اذا خلي بالك بقى جي جي، ها السيست ده بنميزه بجي جي جورلين سيست معاه او عنده جوست سيلز. خلي بالك. طيب دكتور يبقى الجوست سيلز عباره عن ايه؟ altered epithelial cells. اول ما اقول لك altered epithelial cells يعني dead epithelial cells. مالها؟ عملت زي البيت المهجور، ما فيهوش نيوكليوس بس لسه محتفظه بالشكل بتاعها. طيب دكتور انا كده عرفت الجوست سيلز. ليه بقى بشوف جوه السيست ده؟ ليه بشوف كالسيفيكيشن في الاشعه؟ ايه السبب بتاع الكالسيفيكيشن؟ اهو بصوا كده يا شباب، اهو ده سبب الكالسيفيكيشن. ايه بقى سبب الكالسيفيكيشن؟ الكنافه اللي انتم شايفينها دي. ايه بقى الكنافه اللي انتم شايفينها دي؟ ده عباره عن ديستروفيك كالسيفيكيشن. يعني ايه؟ مناطق الجسم او الدم وهو ماشي بيبقى عارف ان المنطقه دي شويه ضعيفه، عايز يقويها، عايز يحط قصادها مانع زي الكورتيكيشن او السكليروز او السكليروتيك بوردر اللي احنا اتكلمنا عليه. فبيعمل ايه الجسم او بيعمل البلاد؟ بيوقع شويه كالسيوم. بنعتبرهم ايه؟ بنعتبرهم ديسبلاستيك او ديستروفيك كالسيفيكيشن، او بنسميه شويه يعني بيكون شبه كانه شبه الدنتين شويه. فسميناه ايه؟ سميناه ديسبلاستيك دنتين. ليه ما اعتبرناهوش نورمال دنتين؟ لان هو اصلا مش دنتين خالص، ده هو شبه الدنتين شويه، جه نتيجه الكالسيوم اللي عمال يترسب. عشان كده سميناه اسمه الثاني ايه؟ جاكستا ابيثيليال دنتينويد. وطبعا جاكستا ابيثيليال دنتينويد دي هنتكلم عليها بالتفصيل في شابتر البري مالجننت. هناخد حاجه اسمها جاكستا ابيثيليال هايلينايزيشن، اوريدي اتكلمنا عليها قبل كده. والجاكستا ابيثيليال هايلينايزيشن دي كانت مميزه قوي لمين؟ للاورال سبميوكس فايبروزس. تمام. طيب دكتور يبقى ايه هو الجاكستا ابيثيليال دنتينويد؟ ايزينوفيليك ماتيريال. مالها؟ بتبقى عامله بالظبط زي الدنتين. بس خلاص انا على فكره كده خلصت. طيب دكتور اهو يبقى انا كده قدامي دلوقتي الجوست سيلز. قلنا ان الجوست سيلز هي عباره عن خلايا من الابيثيليوم فقدت النواه بس لسه محتفظه بشكلها. بالنسبه للتريتمنت طالما سيست يبقى هعمل له نورمال او سمبل انيوكليشن، هشيله بمنتهى البساطه، وعاده بيبقى حجمه صغير ما بيبقاش كبير قوي، بيتشال بمنتهى البساطه. خلص كده الموضوع. اهو ده كده الجوست سيلز اهو زي ما انتم شايفين. كل المنظر اللي انتم شايفينه قدامكم ده اللي ما فيهوش اي خلايا، طبعا ده هنا الجاكستا ابيثيليال دنتينويد. كل ده الجاكستا ابيثيليال دنتينويد، وده الديستروفيك كالسيفيكيشن او الكالسيوم اللي احنا اتكلمنا عليه. امال مين بقى يا دكتور الخلايا اللي هي عماله تفقد في النيوكليس بتاعها دي؟ دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن الجوست سيلز. مميز قوي يا شباب، مميز. اول ما تبص في ورقه العملي او اول ما تبص في سلايدز العملي تلاقي منظر كده، تلاقي سيستيك كافيتي. السيستيك كافيتي ده تحتيه خلايا باليسيدد ومعاها دنتينويد او معاها ايزينوفيليك ماتيريال، شكرا على طول وانت مغمض ده اكيد الجورلين سيست او الكالسيفاينج اودونتوجينيك سيست. بص اهو سيستيك كافيتي او سيستيك ليومن، بصيت لقيت معاه او تحتيه جاكستا ابيثيليال دنتينويد اهو بالمنظر ده، ومع الابيثيليال في باليسيدد سيلز. هتبص على طول هتعرف ان ده الجورلين سيست. ادي منظر الجوست سيلز اهو اللي هي جايه من الديد كيراتينوسايتس. طيب احنا كده الحمد لله يا شباب خلصنا خلاص بشكل كامل من الجورلين سيست. هندخل دلوقتي على طول، عشان كده بقول لكم شويه الموضوع مختلف عن السلايدز بس هو ده اللي هيساعدك تفهم. هندخل دلوقتي خلاص وبنختم بقى بارت 2. هنتكلم على سيست مهم قوي 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 قوي، وهنختم بيه يعتبر 2 سيست عشان هناخد واحد مقارنه معاه على طول، وهو اسمه الديفلوبمنتال لاترال بيريدونتال سيست. ايه ده دكتور انا سمعت لاترال دي قبل كده؟ ما انا عارف انك سمعت لاترال دي قبل كده. سمعناها مع مين؟ سمعنا لاترال دي لما جينا اتكلمنا على اللاترال انفلاماتوري سيست اللي هو كان بيجي من اللاترال اكسسوري كانال مرتبط مع سنه نون فايتال. ايه ده دكتور طب ايه المختلف
في الديفلوبمنتال لاترال بريدونتال عن الانفلاماتوري لاترال، لا عن الانفلاماتوري لاترال، ده مختلفين تمام الاختلاف، ده بعاد عن بعض خالص. ليه؟ لان الثاني كان مرتبط بسنه نون فايتال، ده هنعرف ان هو مرتبط بسنه فايتال. الثاني كان عنده الابيثيليوم بتاعه كان عباره عن طبقه رفيعه خالص عامله اركيدز، الاركيدز دي بشوف معاها كوليسترول كريستالز وكوليسترول كليفتس، وبشوف معاها اوقات فوم سيلز، وبشوف معاها راشتون هايلاين باديز وراسل باديز، كل ده بشوفه تحت الميكروسكوب. لكن هنا هنشوف حاجه ثانيه مختلفه خالص. هناك كان دايما مرتبط، غير ان هي سنه نون فايتال، كان دايما بيجي من الاكسسوري كانال او مرتبط بالابيثيليال ريستس اوف سيريز اللي موجوده جنب الاكسسوري كانال. هنا هنعرف ان هو ما بيجيش اصلا ولا ليه علاقه خالص بالاكسسوري كانال. الله، طب ليه يا دكتور بناخده مقارنه مع اللاترال دلوقتي وانت عمال تقارن؟ عشان هو شبه اللاترال قوي في الراديوجراف، بس هنعرف برضو نميز ما بينهم ازاي كمان شويه. طيب يبقى اذا انا لما اجي اتكلم على الديفلوبمنتال لاترال، اولا هو ديفلوبمنتال مش انفلاماتوري، ثانيا هو يا دكتور بيريدونتال، ما هواش انفلاماتوري برضو، تمام، بس المميز ان هو بيجي لاترالي. بصوا كده يا شباب، هو ده بقى اللي انا بقول لكم عليه، واخدين بالكم هنا دايما تلاقيه طالع لاترال للسنه، دايما دايما دايما. الله، طب يا دكتور هحاول اميز ما بينه ازاي في الراديوجراف؟ بصراحه لقيناه ان هو دايما بيحب اماكن معينه يطلع فيها، دايما بيحب يطلع عند البريمولر او عند الكاناين بريمولر اريا، دايما ما لقيناهوش موجود في اي مكان خالص غير المكان ده، كاناين بريمولر اريا. وبالتالي ده شويه يساعدك ان انت تميز ما بينه وما بين الانفلاماتوري بريبيكال اللي كان بيحب يجي في الانتيرير اريا، ابر اكتر من اللور، ده بيحب يجي في اللور مش في الابر، وهكذا. يبقى اذا عنده سترايكنج بريديلكشن بيحصل في الكاناين بريمولر اريا، ودايما بيجي لاترال. طيب دكتور، يبقى اذا مليون في المية هحط معاه ايه كديفرنشال دايجنوزس، كحاجه بتبان شبهه في الاشعه؟ هحط مليون في المية طبعا الانفلاماتوري لاترال سيست، وهحط كمان ممكن لو عندك لاترال جرانيولوما، تمام، جايه او طالعه من اكسسوري كانال، وده طبعا منظره لما بنيجي نشيله في الاشعه. ايه ده دكتور؟ طيب هو انا لو انا ركزت كده شويه انا ابتديت الاحظ ان هو ممكن يجي مالتي لوكيلر. ايه ده دكتور؟ هو فعلا ممكن يجي عباره عن لوكيولز كده بالمنظر ده؟ وليه بيتكون عباره عن لوكيولز كده؟ ايه السبب؟ ايه اللي يخليه ان هو يتكون لوكيولز كده، يبقى عامل زي فقاقيع الصابون؟ ايه السبب؟ تعالوا نشوف ايه السبب، بس امشوا معايا واحده واحده. اول حاجه هو بيجي منين؟ بيجي من بقايا الدنتال لامينا، زي بالظبط الابيثيليال ريست اوف سيريز، زيه زي الانفلاماتوري بريبيكال، بس طبعا شتان ما بين الاسباب. دكتور كلينيكالي عنده كل الجنرال فيتشرز بتاعت السيستس اللي احنا عارفينها. دكتور بيحب قوي الكاناين بريمولر اريا. دكتور دايما يجي على اللاترال سيرفيس بتاع فايتال توث، اوعوا تقعوا فيها، هحكيلكم على طول. دايما بيجي عند الفايتال توث، دايما بيجي عند الفايتال توث. اللي هم بلغت ليه؟ عشان لما يجيب لك كيس في اخر السنه في امتحان الفاينل، ويجي يفضل يحكي لك ويقول لك لقينا طالع، لان عندنا ويل ديفايند يونيلوكولار ريديولوسنسي بسكليروتيك بوردر طالعه لاترال للسنه، ويفضل يحكي 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 يحكي. كل اللي انت تميز ما بينه ان انت تبص على الفيتاليتي بتاعت السنه، لقيتها نون فايتال يبقى ده الانفلاماتوري لاترال سيست، لقيتها فايتال يبقى ده الديفلوبمنتال لاترال بريدونتال سيست. تمام. طيب دكتور راديوجرافيكالي لسه شايفينه حالا، ممكن يبقى ويل سيركمسكرايبد يونيلوكولار ويل ديفايند ريديولوسنس، وممكن يبقى مالتي لوكولار زي ما هنشوف كمان شويه. طيب دكتور لوكيتد سبيسيفيكالي لاترالي عند الروت على طول. الله، طب دكتور ايه السبب اللي يخلينا بقى ان احنا نلاقي ان السيست ده عامل كده ايه عناقيد زي عنقود العنب بالظبط؟ ايه اللي يخليه ان هو ليه كده اكتر من لوكيول؟ ايه السبب؟ بصوا بقى يا شباب، لان اذا عرف السبب بطل العجب. ده هنا طبعا الديفلوبمنتال لاترال مرتبط بسنه نون فايتال، وده هنا الديفلوبمنتال لاترال بريدونتال، فتبقى عارف ان الانفلاماتوري لاترال ده هما الاثنين في الاشعه يبانوا حاجه واحده، ما تقدرش تميز ما بينهم في الاشعه، تقدر تميز ما بينهم بالفيتاليتي بتاعت السنه كلينيكالي، وتميز ما بينهم كمان عن طريق الهيستوباثولوجيكال بيكتشر. طيب اهو يبقى ديفرنشيتد بالبالب فيتاليتي كلينيكالي وهيستوباثولوجيكالي تحت الميكروسكوب. طيب دكتور ايه السبب اللي بيخليه بقى ان هو يبان كده زي عناقيد العنب؟ ايه اللي يخليه ان هو ليه اكتر من لوكيول؟ ما هو على فكره الفقاقيع اللي انتم شايفينها دي هي السبب اللي بيخليه يبان في الاشعه عنده مالتي لوكولار ريديولوسنسي على فكره بالمناسبه. تعالوا نشوف بقى يا شباب ونعرف ليه بيبان كده. لما جينا بصينا على منظر الهيستوباثولوجيكال بيكتشر بتاعته لقينا حاجه غريبه قوي، لقينا ان الابيثيليوم يا شباب
بتاعه رفيع جدا، طبقتين لثلاثه، ده زي الدنتجرس بالمناسبه. ما انا عارف. طيب لقينا بقى ان الابيثيليوم ده بيجي في بعض المناطق من السمك بتاعه ويتخن قوي. ايه ده دكتور؟ يعني ايه يتخن؟ يعني يبدا يلف الابيثيليوم ده حوالين نفسه. دكتور لما بيلف حوالين نفسه بيحصل ايه؟ بيحصل له انتفاخ للابيثيليوم في المنطقه دي. طب خد بقى السؤال ده، هو الابيثيليوم اللي هينتفخ كده ويلف حوالين نفسه بالمنظر ده هيقعد ساكت؟ لا طبعا مش هيقعد ساكت، ده ممكن يعمل لي الحته دي نفسها تعمل لي حته سيست صغير، والحته دي نفسها تعمل لي حته سيست صغير، والحته دي اللي انفصلت دي تعمل لي حته سيست صغير خاص بيها. ايه ده دكتور؟ يعني انا ممكن يكون عندي اكتر من سيست ماسكين في السيست الاساسي؟ وعشان كده حاسس ان انا كنت عايز اروش شويه اقول لكم يعني انا اكل سوشي في الجو عادي عادي. المهم يعني، طيب ما علينا، محمد حمدان ومحمد رمضان. المهم عشان كده يا شباب كل الكور اللي انتم شايفينها دي هي دي نفسها العناقيد اللي انا عمال اشاور لكم عليها دلوقتي اهو. دكتور هو ده اللي انت تقصده؟ يعني انا كنت ماشي. طيب طبعا انتوا دلوقتي بتقولوا ايه؟ يخرب بيت تقل الدم، صح؟ الحمد لله انا مش شايفكم كنت قتلتكم، قولوا براحتكم انا باخد حسنات ماليش دعوه. طيب يبقى اذا هو ده بالظبط السبب اللي خلانا نشوف ايه المنظر ده. وعشان كده يا شباب الديفلوبمنتال لاترال بريدونتال ليه اسم تاني على فكره بالمناسبه. دكتور يخرب بيت الاسامي ده، انا اتهريت اسامي، معلش تحملني، مهمه كل الاسامي في شابتر السيستم مهمه. اسمه ايه التاني؟ اسمه بوترويويد. ليه بوترويد؟ لان احنا قلنا بوترويد يعني عنقودي. بوترويويد اودونتوجينيك سيست. مين هو البوترويد اودونتوجينيك سيست؟ هو نفسه الديفلوبمنتال لاترال بريدونتال، بس لما جه مالتي لوكيلر او لما جه مالتي سيستك، هو نفسه في كل حاجه، بس ده التوأم الايه؟ التخين شويه، المكور شويه، اللي عنده فقاقيع اكتر. بس تعالى بقى نشوف الكلام ده اهو. يبقى اذا بيقول لك اوكيجنالي في بعض الاحيان الليجن دي ممكن تبقى بوليسيستك او مالتي سيستك، وساعتها هسميها بوترويويد اودونتوجينيك سيست. هشوفها عامله زي جريب لايك، عامله زي عناقيد العنب بالظبط. يبقى ايه هو البوترويد وليه بيحصل؟ هو عباره عن فاريانت، نوع من اللاترال بريدونتال. حصل ليه؟ بسبب السيستيك ديجنريشن اللي حصل في المناطق اللي هي تعتبر نوديولار او فوكال سويرلينج دي بالمنظر ده، بس كده. وده هيبان اكتر في الهيستوباثولوجي. تعالوا بقى نقرا الكلام ده. يبقى راديوجرافيك فيتشر، ازاي نقدر نميز او نحط ديفرنشال دايجنوزس للديفلوبمنتال لاترال بريدونتال؟ طبعا مليون في المية هتحط اللاترال جرانيولوما، وهتحط اللاترال انفلاماتوري سيست اللي احنا اتكلمنا عليه كانفلاماتوري سيست في الاول خالص، وطبعا الجوكر اللي ممكن يترمي في اي حته ويبقى تمام خالص اللي هو الاو كي سي. تمام؟ طيب دكتور هيستوباثولوجي هلاحظ ايه؟ زي ما احنا اتكلمنا، اولا هتلاحظ طبقتين لثلاثه من الثين ابيثيليوم، وهتلاحظ كمان في نفس الوقت في نوديولار ثيكنينج اهو بالمنظر ده، في سويرلينج. يعني ايه سويرلينج؟ يعني الطبقات لفه حوالين بعض عامله زي الكنافه بالظبط. وهنا او زي ما احنا شفنا قلنا ان السويلنج ده هو اللي ممكن يحصل له سيستيك ديجنريشن فيتحول لبوترويد سيست. التريتمنت بتاعته بيتشال بمنتهى البساطه. يبقى اذا لو هو لاترال بريدونتال صغير خالص ويوني لوكيلر كده بيتشال، بيطلع بالسنه بمنتهى البساطه خالص. اما بقى لو هو بترويويد عاده ما بنقدرش نشيله كله مره واحده بسبب الفقاقيع اللي موجوده دي، ممكن واحده تقع تعمل لك ريكارنس، فغالبا بنحتاج ان احنا نعمل له كيوريتاج، يعني نكحت العظم بعد ما نشيله عشان نضمن ان مفيش اي بقايا ابيثيليوم. طيب هنتكلم بقى دلوقتي يا شباب على، عشان كده بقول لكم الحمد لله الديفلوبمنتال لاترال بريدونتال جميل، بياخد في ايده 2 3 سيست وهو ماشي. هنتكلم دلوقتي على ايه؟ هنتكلم على توأم الديفلوبمنتال لاترال بريدونتال، بس توأمه فين؟ اللي بيحصل فين؟ اللي بيحصل في السوفت تيشو. دكتور مش فاهم يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انت عندك بقايا ابيثيليوم بس موجوده بره البون، يعني ما بين البون وما بين السوفت تيشو، زي ما قلتها لكم بالظبط كده في الاربشن سيست او الاربشن هيماتوما، شويه الابيثيليوم دول لو حصل لهم اريتيشن او ستيميوليشن هيعملوا لك ديفلوبمنتال لاترال بريدونتال، بس الفكره ان هو مش موجود انترابوني. امال موجود فين دكتور؟ في الجنجفا. عشان كده بنسميه يا شباب، بنسميه جنجفال سيست اوف ادلت. يبقى اول ما اقول لك ايه هو الجنجفال سيست اوف ادلت، هو نسخه طبق الاصل من مين؟ من الديفلوبمنتال لاترال بريدونتال. يعني يا دكتور لما اجي ابص عليه تحت الميكروسكوب هلاقي كل حاجه شفتها في الديفلوبمنتال لاترال بريدونتال اللي جوه العظم؟ بالظبط، بس الفكره ان هو هنا طالع في الجنجفا بس، وبنلاقيه عاده في نفس المكان اللي هو الكاناين بريمولر مولر اريا او الحته دي بالظبط، وبنلاقيه كل الفرق ان هو طالع في السوفت تيشو. عشان كده ما تقوليش بقى يا دكتور هيظهر ازاي في الاشعه، ما انا بقول لك طالع في السوفت تيشو يبقى اكيد مش هيظهر في الاشعه. يبقى اذا الجنجفال سيست اوف ادلت، خلينا برده نجيب لنا صوره ليه اهو.
ده المنظر بتاع البترويد او المالتيبل سيستيك كافيتي. واخدين بالكم اهو، ده هنا كده السيستيك ديجنريشن اللي حصل، اللي احنا بسببه بيظهر لنا الموضوع ده مالتي لوكيلر. سهل الموضوع، سهل الموضوع، تمام. طيب ماشي، طيب خلاص، ادي البوترويد فاريانت. خلونا نقرا الجنجفال سيست اوف ادلت ونكون خلصنا كده الحمد لله خلاص الجزء بتاع المحاضره بتاعتنا، ونقدر نبدا ونكمل بقى ان شاء الله من بارت 3. تعالوا نقرا. دكتور، الجنجفال سيست اوف ادلت هو السوفت تيشو كاونتر بارت او السوفت تيشو تايب بتاع الديفلوبمنتال لاترال بريدونتال. بيطلع منين؟ نفس الكلام مش مختلف. دكتور، الكلينيكال فيتشر كل حاجه عايزين نعرفها هي ان انت تبقى عارف ان هو نيجاتيف في الاكس راي، ما بيبانش في الاكس راي، ان هو بيبقى اكسترا بوني وبيبقى طالع عامل زي قبه الجامع بالظبط، زي الدوم شيب. حد شاطر بقى منكم يقول لي سمعنا كلمه دوم دي فين؟ الشاطر منكم هيقول ايوه يا دكتور دوم شيب دي سمعناها، ها قول معايا يلا، سمعناها في الكونجينيتال سيفيلس، في المونز مولرز اللي هي كانت بتميز الكونجينيتال سيفيلس، وكان البيرمننت فيرست مولر عنده كده ايه؟ دوم شيب كاسبس، ملوش شكل كاسبس معين. طبعا لو انت خدت بالك هتلاحظ ان هو طالع في السوفت تيشو. بنعرف ازاي ان هو نفس الفاريانت اللي لما بنيجي نبص عليه في الهيستوباثولوجي بنلاقي نفس الموضوع بالظبط. بنبص نلاقي ان في نوديولار ثيكننج او سويرلنج بالمنظر ده، معاه ثين فلات ابيثيليوم، نسخه طبق الاصل من اللي احنا شفناه فين؟ اللي احنا شفناه في الديفلوبمنتال لاترال بريدونتال. التريتمنت بتاعته نسخه طبق الاصل من مين؟ من الديفلوبمنتال لاترال بريدونتال. 32 ورقه، 32 صفحه. خلصنا كده يا شباب الحمد لله بشكل كامل الجزئيه بتاعه الجنجفال سيست اوف ادلت. هنوقف لحد هنا عشان الفيديو ما يطولش. ان شاء الله ان شاء الله اتمنى في الفيديو اللي جاي نحاول نختم شابتر السيست بشكل كامل. ممكن ياخدوا فيديوهين 4 ساعات مش مشكله، المهم ان كل فيديو ساعه لا يتخطى اكتر من كده. يلا اشوفكم على خير والى اللقاء، مع السلامه.